أصدقائي، الحلقة بعنوان أو المناظرة بعنوان الشيخ القريشي والملحد أحمد حرقان وجود الخالق. I'm بسم الله excited. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد الخالقين الرازقين، مشيئة رب العالمين المفوض لهم في كل شيء، ذات الله ونفسه ويده وعينه على عباده، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أهلا ومرحبا بالمشاهدين وبضيوفنا الكرام. هل شي واحد يقول لك ولعنة الله على أعدائهم، بعدين أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام، واحد بيناتهم من أعداء الله. تفضل. أحلى شغلة بجملة واحدة أنت تلعن الزلمة وترحب فيه بنفس الوقت. I love it. لعنة الله على الملحدين والإلحاد والمن دار من دارهم. ومعكم الصديق أحمد ملحد. تفضل. هذه تحياتي للشيخ أمير ولكل المتابعين. شكرا لك يا أستاذ محمد على تنظيم هذه المناظرة. شكرا للسادة المشاهدين أيضا في كل المنصات. تحياتي لكم. إثبات هي أول مرة بشوف أحمد عم يناظر. أنا بعرف إنه هو عنده مناظرات قديمة يمكن، لكن متحمس شوفه هلا شو عم يعمل. وجود الخالق مثل إثبات أي شيء في الدنيا. أي ادعاء في الدنيا يحتاج إلى أدلة لإثباته. فالخالق أحد هذه الادعاءات، أن هناك خالق. كانت هناك آلهة عديدة تعبد وتحترم على مر التاريخ، من ضمنها الخالق الواحد منذ أن نادى به اليهود يعني، وتبعهم في ذلك المسيحيين والمسلمين، وهي بالنسبة لي طوائف ايضا يهوديه، يعني الاسلام والمسيحيه والاسلام الشيعي والاسلام السني والطوائف المسيحيه، كل هذه طوائف من ضمن طوائف اليهوديه. واليهوديه اليهود القدماء قاموا بتجميع الالهه كلها في اله واحد، واعتبروه اله يعني جدير بالعباده وحده، واي اله ثاني يعبد معاه او من دونه ده مصيبه وشرك، ومن غير ما يقولوا لنا ليه ايه المشكله في كده يعني. صحيح. هي شغله بنحكى عنها كتير. تاريخ الدين اليهودي الناس متخيلينه اعمق ما هو عليه. هو بكل بساطه كان اديان شعبيه بيعبدوا الهه مختلفه، لو بالالهه متعدده. الاصل تبع الدين المسيحي كلامه صح احمد، هو الهه متعدده. كان التدريج تبعها صار انه كل هاي الالهه مسموح تعبدها، لكن الملك تبعهم هو الاله تبعنا ياهوه. من بعدها تحولت لا يوجد اله ثاني ولا يمكن يكون غير ياهوه. ففي تدريجات لها مو كثير مشهوره بوقتنا الحالي. على كل حال، كل هذه الادعاءات القديمة هي ادعاءات قديمة. البشرية في طفولتها كانت مؤمنة بهذه الخزعبلات وهذه الخرافات، والآن زمن الناس شوي بتجرح كلمة خزعبلات خرافات، كان بيقدر يمرق لنا اياها بكلمة ثانية يعني. بدأت اساطير اخي. خلص احمد قال اساطير اصدقائي، معلش عندي. يعني منذ مدة بدأوا يشكون في هذه الادعاءات، وفي الحقيقة العالم المتقدم تخلص من هذه الأفكار، لأنها أفكار ضعيفة لا تدعمها أدلة. المثبت للإله يحتاج إلى أدلة. إذا قدمت أدلة محترمة في العلم، يعني أدلة مدعومة ببراهين وتجربة ورصد وما إلى ذلك، واستطعت أن تثبت أن التفسير الحقيقي لهذا الوجود هو أن هناك إله خلقه أوجده، فأهلا وسهلا. إذا لم تكن هناك أدلة فنحن نقول بأنه ليس هناك إله ببساطة. كما نقول نستطيع أن ننفي أي شيء يدعى بدون دليل. هذه هي النقطة المهمة والفيصلية، إن ما يطرح بلا دليل يمكن نفيه بلا دليل أيضا ببساطة يعني. شوي بيختلف مع كم شغله ورا بعض صاروا. اول شيء صار اختلافات صغيره لهي ما حعلق عليهم، ولكن اجتمعوا الاختلافات. اول شيء كلمه المجتمع المتطور تخلص من هذه الاشياء ليس بالضروره. يعني انا بحسها هي الشغله بتقدم صوره انه احنا كل ما بنتطور كمجتمعات لازم نخلص من الاديان والالهه. هو ليس بالضروره ابدا هذا الكلام. فيك تعمل ميكس بين الاثنين. ما في داعي تكون انت خلصنا الالهه لحتى تتطور. ما له عرقله. فيك تكون مؤمن باشياء معينه نفس الوقت مجتمع متطور. فهذا مش فيه بنشوفه حتى مجتمعات غربيه متطوره مثل الدول الغربيه الاوروبيه، او حتى اذا نحكي على التطور الاقتصادي على سبيل المثال او التكنولوجي بالصين مثلا، كمان يعتبر دول مؤمنه بشيء معين. عندهم اكيد نسبه الحاد عاليه، بس انه فيك تخلط. الدين ما بيمنعك من التطور، التعصب للدين بيمنعك من التطور. تحويل الدين لشخصية حقيقية لك يجب تطبيقها على الواقع بحذافيرها بالنصوص تبعها بيعرقل التطور. لكن كونك مؤمن بشيء معين مو ضروري بيعرقل لك التطور يعني. فشوي هي بيختلف معاه. بعدين قال شو كمان شغله تانية، قال ادله علميه. يعني نحن الاشياء يوم نحكي فيها بادله علميه، اما بتعطينا دليل علمي تجريبي اما بيكون غير موجود. ما بتفق مع هاي الفكره كثير، لانه مو بالضروري الشيء الذي لا يوجد عليه دليل علمي هو بالضروره غير موجود، وانما فينا نقول بكل بساطه ليس من المبرر التصديق بوجوده. فهيك اختلافات صغيره بس يعني الامر بهذه البساطه. فنريد ان نسمع من الشيخ الادله. لماذا لم يتوصل المجتمع العلمي في العالم الى ان هناك اله، كما توصلوا الى كثير من التفاصيل يعني في العلوم، يعني كما اجابوا على الكثير من الاسئله، وكما فسروا الظواهر الطبيعيه بتفسيرات طبيعيه ايضا، يعني بدون اللجوء الى عالم ما وراء الطبيعه حيث يغرف البعض من بحر الخرافه. يعني سؤال الشيخ هو ما هي الادله اصلا على وجود الاله؟ Let's go. Good question. Let's go. لابد ان يكون النقاش
في العقليات بالدرجة الأولى لا بالنقليات، لأن الحوار مع الملحدين لا يكون بالنقليات. الملحد لا توجد له كتب وصحاح ومصحف أو إنجيل أو توراة حتى يعتمده مثلا، أو حتى يرجع عليه ويكون هو مصدره. وحتى النقولات العلمية عن الملحد حبيتها هاي الانترو، حبيتها. وبصراحة خاصة أهل الشيعة أو أخوتنا الشيعة بيلبق لهم يقولوا هالكلمة، لأنه من أحكام التشريع عندهم هي العقل. عادة هن النقاش سهل معهم بيكون لأنه بيضطروا لأمور نقلية اللي هي النصوص، وواضح أنه أنت بالنصوص ما فيك تثبت وجود آلهة، زائد أنه أحيانا بيطلع هذا الكيان شكله مضحك بالنصوص فبيكون أسهل رد عليهم. لكن هو حمى حاله بهالقصة فورا، قال لك أنت جماعة الملحدين ما عندكم نصوص ولا نصوصي ملزمة لإلكم، فلا أنا نصي ملزم لإلك ولا أنت عندك نص أنا ألزمك فيه، فيجب التكلم بالأمور العقلية وبحق له هن. فيا اي لايك ات بصراحة، انترو ذكية جدا وكلامه صحيح فيها ليس فيه ضير، وبتعفيه من انه يتحرج من النصوص محرجة بصراحة. فقوية الانترو، انترو حلوة ذكية، اي لايك ات. هي بس توضيح تنويه اصدقائي، وقت بنقول اخوتنا الشيعة بيميلوا للعقل او بالاحكام التشريع عندهم العقل، مو معناتها العقل اللي نحن بنتفق عليه دائما وتجنب المغالطة، لا، عادة الامور يعني احتكامات غير مستقيمة ابدا عقليا، لكن بيسموها هن العقل. ليست حجة كاملة، لأن العلم نفسه هو كله اختلافات، هو كله واقع في الخلافات، بيناتهم خلافات دائمة. لذلك أقوى حجة على الملحد هو العقل، أقوى حجة. إذا تبين للملحد عقلا أن هنالك خالق، فهذه الحجة كافية ووافية في بيان وجود الخالق. يا ريت هذا الاخ بنص يعمل ميوت لانه مصيبه بصراحه، وقت ما رجع فات عم نسمع اروشه. هنالك مقطع مضحك شيء بالشيء يذكر، ما أعرف إذا شايفينه، لعثمان الخميس، حينما هو يعترف، يقول أن هنالك ملحد. تفك لا، هذا بده يعمل لنا ميوت، هذا حدا يعمل له ميوت. حينما هو يعترف، يقول أن هنالك ملحد، يقول هنالك ملحد سألني عن إثبات وجود الله، فقلت له إن الله أخبرنا بذلك. فهذه مهزلة واضحة، يعني هو ما يعرف الله، يعرف إخباره، فأكيد الله أخبرنا. تتذكروا هذا المقطع؟ بيسألوا له عثمان خميس، بيسألوه يقول ملحد بدل على وجود الله، قال له دليل على وجود الله، الله قال لنا. تذكروا هذا المقطع؟ بس هلا اترك لنا النواصب يا اخي، ما بيقدروا اخوتنا الشيعة ما ينكشوا، اخي اترك لنا النواصب بحالها. لذلك هذه مهزلة لا يمكن أن تكون مع شخص ملحد، ما تصير. الملحد يريد عقليات، ولذلك نبدأ من نقطة، هذه النقطة من حيث التفرع الذي يكون على هذه النقطة لعل توصلنا إلى الاعتقاد بوجود خالق، ولعله لا. اوكي النقطة اللي حاب أنطلق منها هي نقطة المنتظم، الشيء المنتظم. ما هو الشيء المنتظم؟ الشيء المنتظم هي أشياء كثيرة موجودة في واقعنا اليوم. اوكي. مثل دقات القلب، مثل جريان الشرايين، مثل حليب المرأة الذي يتحول إلى مضاد أنتيبايوتيك فورا بمجرد أنه هي تمرض أو طفلها يمرض. أو مثلا يبدأ الحليب في الأيام الأولى بدرجة خفيفة جدا، ومع كبر الجنين. يمكن مشكلة الصوت من عند أحمد مو من عند هذا بالنص. الضبط الدقيق هي نوع من أنواع الضبط الدقيق، يمكن بيقولوا عليها النظم. هي هذا الحليب من الأشياء اللي حوالينا جميلة ومتناسقة بطريقة رائعة، فلا بد أن يكون يتحول إلى أكثر دهونية حتى يشبع هذا الطفل. هذه عملية النظم، هذه عملية المنظمة اللي صارت في الشريان أو في دقات القلب أو في حليب المرأة، التي إلى هذه اللحظة نحن لا نعلم من أين جاءت إلى هذه اللحظة كحوار مع ملحد. كل شيء منظم. الحقيقة الأصح القول أنه كان لازم تقول أنت لا يوجد تفسير لها، فهم بصير كلامها غلط، لأنه لا يوجد تفسير علمي. يوجد تفسير علمي على تطور بيولوجي وعلى الرصد الداخلي تبع أعضاء الجسد، ليش هاي الأشياء بتصير وكيف، فعنا رصد. بس ما الغاية من وراء منه كيف أتت من الأصل تبعها، طبعا لا يوجدنا. فإذا قصده أنه لا يوجد بشكل عام، غلط كلامه. يوجد تفسير لهذه الأمور، لكن لا نعلم ما المصدر تبعها. أوكي، لا نعلم. لابد له من منظم نظمه. يعني قصدي إذا بنرجع ما فيه الكفاية للخلية الأولى ما بنعرف من أين أتت، أوكي فينا نتفق على هاي. كل شيء منظم لابد له من منظم نظمه، وإلا المنظم لا يأتي من غير منظم. يعني أنا الآن أضرب لك مثال. أيضا والله لابد له من منظم نظم. حوار مع ملحد. كل شيء منظم لابد له من منظم نظمه، وإلا
المنظم لا يأتي من غير منظم. يعني أنا الآن أضرب لك مثال. ما ضربت لنا مثال وخلصت انت، هسه خليه يخلص مداخله ده. لا يوجد بستان بالعالم منظم بطريقة الأشجار، لا يوجد. لأن الآن تنظيم الأشجار يكون من عمل الإنسان اللي يعملهم على شكل حقول. اوكي. تشوف ألف شجرة بخط واحد، بصفة ألف شجرة بخط واحد، هذا اسمه نظم إنساني. اوكي. فالنظم الإنساني الذي يقوم به في المهام اليومية، في الأعمال اليومية التي في مجتمعنا الآن حاليا، فورا تنسب إلى إنسان نظم هذا العمل. فحينما نتكلم على الأشياء المنظمة الموجودة فينا، الموجودة في الشجر، الموجودة في الحيوانات، الموجودة في الكون، هنالك أشياء كثيرة منظمة. هذه الأشياء المنظمة لابد أنها جاءت من منظم. اوكي. وإلا اللا شيء أو الطبيعة أو الانفجار أو أي شيء لا يعطي شيء منظم، ما يعطي شيء منظم. وهذا واقعنا احنا اليوم عايشينه. ما شفنا شيء طلع منظم، طلع من لا منظم. ما تصير، لابد لكل منظم لابد. فتفضل استاذ احمد. اوكي. مداخله حلوه تبعه، لكن هذا كنت عم لكم عليه بالبدايه. لما بنتكلم انه الاخوه الشيعه بيتكلموا بالعقليات، هذا لا يعني انه بيتجنبوا المغالطات المنطقيه والاستحكامات الغير مبرره. قبل ما اسمع رد احمد عشان نشوف اذا انا وياه بنتفق مع بعض بالرد، رح لكم انا شو تعليقي على هالمداخله تبعه. شو المشكله يا اصدقائي؟ وين المشكله بكلامه؟ اذا بنحطه بصياغه بناء منطقي، اللي هو عندنا المقدمه رقم 1، كل شيء منظم، مرقولنا اياها للكتابه، كل شيء منظم. رقم 2 عنده جسم الإنسان منظم، خلينا هي كلمة نستخدمها نفسها. رقم 3 الاستنتاج تبعه، أو لا، كل شيء منظم له، عفوا له منظم. هي منظم، معلش باللغة العربية. جسم الإنسان منظم، إذن الاستنتاج تبعه شو هو؟ بما أنه كل شيء منظم له منظم، جسم الإنسان منظم، إذن الاستنتاج يوجد منظم. أول شيء اختلافات رقم 1 مع هذا البناء أنه كل شيء منظم له منظم. السؤال اللي بنسأله هون بهذا البناء الأول، هل هذه قاعدة مطلقة ولا استقرائية؟ بمعنى هل هي شيء استنباطي ولا استقرائي؟ الحقيقة منه كل شيء منظم له منظم، هذا شيء استقرائي. شو يعني استقرائي؟ يعني مبني على رصدنا نحن كبشر، ما له حقيقة مطلقة بالواقع كقاعدة أساسية للوجود. نحن الاشياء من شو اللي شفناها منظمه، اتضح من لها منظم، مثل الماوس هي اللي عم بكتب فيها، مثل الهاتف، مثل السياره، اشياء منظمه دائما لها بيكون منظم من ورائها. وعاده هي الاشياء مثل الموبايل والسياره وكذا، نحن ما بنشوفهم بمكان مجرد ومنستنتج عقليا انه يجب لهم منظم، لا، ونحن بنعرف انه لهم منظم ومن بعدها بنشوف النتيجه تبعهم. فالناس بتقول لك مثلا تبع هاي مثال تبع السياره وموبايل وكذا، انت الموبايل لو انت جاي فضائي ما بتعرف شيء عن الواقع البشري وبتشوف موبايل بالبحر، بنظرك بيكون مثل الحجر او الشجر وكذا، ما شيء طبيعي بنظرك بيكون. لكن نحن كبشر بنعرف انه له صانع فبنفترض صانع. مهم، هي مو مهمه. فهذا اول مشكله مع المقدمه الاولى، هي مو طعن فيها، مو انه المقدمه لا تستقيم، هو الطعن خلينا نقول استشكال، وليس بالضروره طعن، استشكال بانه نحن كيف عرفنا انه كل شيء منظم ونحن اصلا ما عنا رصد لكل شيء. نحن عنا رصد بس كوكب صغير ومو كله حتى، فمسا ما طلعنا لا على مجموعه شمسيه ولا على مجرات ولا على مجرات ولا على كلاستر وكذا، ما بنعرف. فهذا استنتاج، هاي المقدمه الاولى غير مبرره تعتبر، فما بتنتهى بشكل قاطع، فهناك بنقول عليها هيك غير مبرره. المقدمه رقم 2، يعني انت بتنهي هيك الحوار على فكره، نون سكويتر فارسيه، مو نون سكويتر، هلا بقول لكم شو هي. فحلو انتم تحاولوا تستخرجوا شو هي المغالطه تبع المبني عليها هذا البناء لحتى نشوف اخر شيء سوا شو هي. فهم نستشكل على اول شيء مقدمه. انت بكفي بالعقليات انت بكفي تستشكل على المقدمه واحده وخلص، النتيجه مالك مجبور فيها. لكن فينا نستشكل ايضا على مقدمه رقم 2، شو هي؟ جسم الانسان منظم. لما بنقول جسم الانسان منظم، مثل ما هو جاب المثال تبع الام ترضع ابنها، واحيانا ابنها اذا كان نحيف الولد الحليب بيصير دسم وما بعرف شو هي، بدك تقول اذا ما تفسير وجود المعاكس؟ ما تفسير الطفل الذي يلد وعنده نوع من انواع السرطانات المؤلمه التي لا علاج لها ويموت بعد 2 أو 3 من الالم متواصل من دون اي سبب؟ ما تفسير ايضا المثال نفسه تبع حليب الام، الاولاد اللي بيولدوا عندهم حساسيه للحليب تبع الام تبعهم، عندهم حساسيه لهذا الحليب، وبدك تعمل له تقدم له شغله اسمها فورميلا، بيقولوا عليها الفورميلا تبع الحليب الصناعي، بيعملوا له حليب صناعي.
شو تفسير هذا الموضوع؟ فإذا ليس جسم الإنسان منظم، وإنما أنت ترى أحيانا بعض النظم ببعض البشر، أو خلينا نقول حتى يستقيم القول بأغلب البشر، لكنه ليس قاعدة، ما له قاعدة أساسية. التوأم الملتصق والأشياء هلا على الخلق، لكن عم نحكي عن مثال نفسه تبع الأم. في عندك أولاد بيولدوا عندهم حساسية من حليب أمهم، بتعمل لهم مشاكل، بيعمل لهم أمراض معوية الحليب تبع أمهم، فشو بيعملون؟ بيعطوهم فورمولا عواضه، بيجي الطبيب ويوصف لهم حليب خارجي. فهذا بيلغي المقدمة تبعك رقم 2، لأنه لحتى تكون مقدمتك الثانية صحيحة يجب أن يكون كل البشر جسمهم منظم بكل زمان وكل مكان دائما من دون أي كسر للقاعدة. كسر للقاعدة بصير المقدمة تبعك لا تعمل. يعني على سبيل المثال مثل زي ما قلت لكم، هذا القطيع من الغنم، عندي أنا هون هيك مزرعة صغيرة فيها غنم، هذا القطيع كله أسود اللون كله. شو اللي بيكسر القاعدة تبعي أو بيخطئ لي إياها القاعدة؟ إنه يكون واحد من بيناتهم أبيض اللون. فأنت بتفوت بترصد تلاقيهم كلهم سود. فعلا كلام قصي صحيح. أوبس، في عنا واحد لونه أبيض. قصي قاعدتك غلط، أنت عم تقولي كل القطيع هذا. لا، هون أحيانا يأتي أنه يكون أبيض ما دخلني بالأحيانا. أنت القاعدة تبعك كله أسود، الأبيض كسر لك القاعدة. نفس الشيء هون مقدمة. جسم الإنسان منظم ليس كله، ليس دائما، فلذلك بتنكسر هاي القاعدة أيضا، بتطلع مقدمة بتطلع برا، وبالتالي الاستنتاج بصير لا يعمل. فالسؤال بصير الآن أصدقائي، شو هي المغالطة المنطقية لما بنقول كل شيء منظم له منظم؟ جسم الإنسان منظم، إذن يجب أن يكون هناك منظم. شو هي المغالطة بتكون؟ استنتاج الزائف، الاحتكام للجهل، مصادرة على المطلوب. يا عيني عليك، يا عيني عليك نيمسيس، مصادرة على المطلوب. مثل ما بنقول كلمة خلق أصدقائي، هنا المصادرة على المطلوب هو افتراض وجود النظم من أساسه. المطلوب انك تكون انت عندك منظم، هذا المطلوب، هي الاستنتاج، انت حابب توصل لمنظم، فانت تفترض وجود نظم من اساسه بالمقدمات تبعك. هذا نوع من انواع استدلال دائري، لكنه ليس استدلال دائري. استدلال دائري مثل ما قلت لكم هي لما بتكون النتيجة موجودة بالمقدمات، لكن المصادرة على المطلوب هي لما بتكون المقدمات تفترض صحة النتيجة. هن عمليا نفس الشيء، استدلال دائري والمصادرة على المطلوب، لكن فرق صغير بيناتهم. فهنا عندنا مقدمات تفترض صحة النتيجة بالضرورة، مقدمات لا يجب أن تفترض. المقدمات يجب أن تستدل على صحة النتيجة، لكن بالمصادرة مطلوب المقدمات تفترض صحة النتيجة، افتراض مسبق. وهذه هي المشكلة. فلما جاب اسمه حسن، مو حسن وحسن واتفق، خلينا نسمع أحمد شو عنده. أستاذ أحمد، يعني الأستاذ القرشي لخص لك الأمور بعملية التنظيم الموجودة بهذا الكون. في أمور منظمة كما تفضل، دقات القلب. لماذا ليس احتكام للجهل؟ لأنه لا يوجد جهل. هو لا يقول نحن، يعني كان الاحتكام بالجهل لو قال كل شيء منظم له منظم، كل شيء منظم له منظم، نحن لا نعلم من نظم جسم الإنسان، فإذا يوجد منظم. هذا بصير اسمه احتكام الجهل. احتكام الجهل هو حرفيا عندما أنت تستخدم الجهل على أمر ما كدليل على صحة ادعائك، فلذلك ليس كذلك. ليش ما له استنتاج زائف؟ استنتاج زائف لما بيكون ما في تواصل بين المقدمات، لكن مقدماته متواصلة ما فيها مشكلة. عم بيحكي عن التنظيم الكوني، وجسم الإنسان قسم من الكون. شلون الاستنتاج الزائف بيكون؟ كل شيء منظم له منظم، قصي إنسان سريع جدا، قصي أسرع إنسان، النتيجة بتكون. فهم بتشوف ما نون سكويتر، مو موصولين مع بعض، لكن المغالطة تبعه هي مصادرة على المطلوب. اولا هذا التنظيم هو تنظيم نسبي. تنظيم نسبي يعني احنا نستطيع ان نطلق عليه انه تنظيم، وممكن من وجهة نظر اخرى لا، ليس تنظيما. صحيح. لان هذا الامر، مصطلح منظم او غير منظم، هو مصطلح غير علمي. العلماء لا يستخدمون منظم او غير منظم. العلماء يفسرون ما يحدث ولا يطلقون مثل هذه الاوصاف، وهي غير مهمه. المهم هو ان نكتشف ونفهم كيف يعمل الكون، ونفهم تفسير كل شيء. يعني نحاول ان نفهم تفسير، نصل الى تفسير كل شيء بدون ان نطلق مثل هذه الاوصاف. بعض يرى ان الكون فوضى وعشوائي وكل شيء في عشوائي، ونفهم تفسير كل شيء. يعني نحاول ان نفهم تفسير، نصل الى تفسير كل شيء بدون ان نطلق مثل هذه الاوصاف. بعض يرى ان الكون فوضى وعشوائي وكل شيء في عشوائي، كل شيء في الحقيقه تطور بشكل عشوائي. الاحياء ونبض القلب كما ذكر الشيخ، ويعني حليب الام، وكل هذه الامور مسؤول عنها التطور. حوالي 4 مليار سنه من التطور الاحيائي، التحضر مع التعديل، عمليه عشوائيه تماما انتجت هذا التعقيد. لو ذكر عشوائيه اكثر من مره، هي ليست بالضروره عشوائيه، هي بيقولوا عليها unguided. الاصح هو وصف هذه الامور بغير موجهه، لانه العشوائيه يفهم منها نوع من انواع النتائج الغير متوقعه، لكن الكون نتائجه متوقعه. يعني انت على سبيل المثال بالكون عندنا
فيك تقول انه فعلا امور عشوائيه يا زلمه. اذا بتجيب بارتكلز معينه مثل الهيدروجين والاكسجين بتدمجهم مع بعض بيطلعوا لك بالماء، وهذا الشيء عن جد عشوائي. طبعا انه ما له عشوائي، لانه صح هو unguided غير موجه، لكن كل مره بيجتمعوا هدول الذرات مع بعضهم بيعطوا النتيجه نفسها دائما. احنا ما عندنا تجربه عن ذرات الهيدروجين والاكسجين بيجتمعوا مع بعض عم بيعملوا انفجار مثلا، او بيجتمعوا احيانا بيعملوا ضباب، او احيانا بيجتمعوا بيعملوا كولا مثلا. يا ريت بصراحه هذا مش كيف بيكون سعرها رخيصه، يعني بترخص شوي كولا كتير غاليان اخر فتره. وانما العكس، كلهم هدول ما بيحصلوا دائما. كل مره بيجتمعوا هدول الذرات مع بعضهم بيعطوا ماء. فهون ما بنقول عليها عشوائيه، بنقول عليها unguided، عمياء. غير موجهه، احسن من عمياء، غير موجهه. فشوي كلمه عشوائيه هيك اعتراض صغير، معلش. بس كلامه صحيح بانه الامور نسبيه والنظر لها نسبي يعني. في الكائنات الحيه ببساطه شديده. ايضا في علم الكون، ونحن موجودون هنا على هذه الكره الارضيه، وهذه الكره الارضيه موجوده في هذا المكان بهذا المناخ بهذه الطريقه في هذا الوقت بشكل عشوائي جدا. حتى اللغات الانسانيه التي نتحدث بها تطورت بشكل بطيء وعشوائي ايضا. القواعد تمت، اصبحت لدينا لغه في التخاطب الان نفهمها، او لغات عديده نفهمها، نفهم بعض اللغات يمكن يقال عليها عشوائيه، لانه بتطلع بنتائج احيانا كلمات بتكون مغايره مكان تاني. يعني مثل مثلا نحن عندنا بالشام بيقولوا بدنا نحواك عندي بالبيت، يمكن تداعيات الاحوى وصلت لمكان تاني بس ما اعطت النتيجه نفسها. بالمغرب لما يقول لك تعال حواك عندي بالبيت، مو معناتها تعال اقطن عندي في المنزل، إلى معنى تاني تماما. مثل ما كنا عم نحكي من شوي، الكلمات الاشياء نفسها بتطلع من نتائج مختلفه. فكلامه صحيح، العشوائيه باللغات تستقيم. يا مختلفة أصدقائي، لا تروح على المغرب تقول لحدا تعال أحواك عندي. it doesn't work. قواعد وكل. وإذا حدا مغربي بسوريا قال لك تعال أحواك عندي بالبيت don't go. لا تروح اسمع. لم يضعها أحد. لم يكن هناك إنسان قال هيا بنا نضع قواعد اللغة، نضع قواعد ونأسس عليها لغة يكون فيها فاعل ومفعول. لا. للتوضيح أصدقائي، بالشامي نحن بسوريا بنقول الأحواك عندي بالبيت معناتها تعال اسكن عندي، أو تعال اقعد عندي، بأنه بضيافة يعني. هي اللغة تطورت بشكل تلقائي. مقاطعتك، لكن أستاذ أحمد، عملية التطور تنفي وجود الخالق؟ لا أنا هنا بتكلم عن فكرة التنظيم عشان بس تنظيم عشوائية. فأنت قد ترى أنه منظم من وجهة نظرك، لأن أنت أصلا تقييمك أصلا للأمور هو تقييم يستند على حواسك وعلى إدراكك، وهو أمر محدود. إدراكك محدود وتقييمك للأمور محدود وكل شيء، نظرتك للعالم محدودة. فأنت إذا اعتقدت إن في نظام، فهذا لأنك يهيئ إليك ذلك، بينما الأمور ليست في الحقيقة كما نراها. يعني نحن نرى اللون الأزرق أزرق لأننا عيننا مركبة بهذه الطريقة. في الحقيقة هذه الأشياء لا لون لها في الحقيقة. لا، كلمة عيننا مركبة بهي الطريقة تفترض وجود مركب بتصير، عرفت؟ بس no he's doing a good job. فقط نحن من يعني بسبب تطورنا وطريقة تطورنا يعني نعطي لهذه الأشياء معاني يعني. اوكي good job. الله عم بيضحك الشيخ، عم يضحك. يمكن سمع كلمة مركب ده يسأله طيب هلا لو ركبناها مين نركبها؟ الله أهلا وسهلا به لو كان موجود. اوكي. ولكن سنحتاج إلى أدلة نستطيع التحقق منها، وليست مجرد تجارب شخصية أو ادعاءات أو إحساس أو شعور، أو إن هذا هو التفسير الوحيد للكون. لا ممكن يا أخي حدا يعمل ميوت اللي عم يجي مسجات. ممكن يكون في تفسير للوجود احنا ما نعرفوش لحد دلوقتي. ببساطه احنا ما كناش من سنين بسيطه قليله جدا ما كناش نعرف ان من حوالي 14 مليار سنه كان الكون كله متركز في مفردة شديدة الكثافة شديدة الحرارة، حتى حدث ما يسمى بالبيج بانج وما إلى ذلك. ما كناش نعرف أي حاجة للكلام ده لفترة قريبة، فإحنا بندور وما زلنا بوعدك لا نعرف الكثير، وهلا كلنا يعني افتراضات ونظريات جميلة لكن ليست قطعية على التفسير. بس هو كأنه طلع على موضوع تاني حسيته بنلاقيه. إنما يعني نقفل باب البحث العلمي ونحط الإجابات بتاعت الأولين الساذجة. الله عمل الكون كائن أسطوري. هو في الحقيقة الله هذا الإله ما هو إلا سوبر إنسان رفعوه إلى السماء. يعني في البداية خلقوا آلهة على هيئة البشر بأفكار وقناعات ومشاعر، وحتى أنها تمارس الجنس مع البشر منهم. استقائي مو من عندي وعدكم والله مو من عندي. لذلك ثم طوروا هذه الآلهة إلى إله واحد هو أيضا بشري يغضب وينتقم ويضحك
يعني يستدرج ويمكر ونفس صفات الانسان، يا صوت عالي حتى انا عم ينخر اذني. ام سوري طرشنا 100%. لكن سوبر ليس كمكره شيء، ليس كسمعه شيء، ليس كوصله شيء. هو في الحقيقه تصور ساذج جدا. انت جبت انسان وقلت هو اللي اوجد الكون بس اسمه الله، بس هو مش انسان. خلي بالك، لا، ما انت متصور وانت بتتكلم كده متصور انسان، لان دي صفات انسان. في تفسير للوجود احنا مش عارفين، في حاجات كتير مش عارفينها، مش عارفينها، بس احنا نقف عندها ونقول مش عارفينها، من غير ما من غير ما نقعد ندعي ادعاءات ما نقدرش نثبتها بالعلم. العلم التجريبي مش بالعقل وحده. العقل وحده ممكن انت بعقلك تقعد تضحك على نفسك وتقعد تحط مقدمات ونتائج بعقلك، لكن العلم التجريبي هو اللي بيفرز ما بين الافكار العقليه الصحيحه والافكار العقليه اللي هي شاطحه وماشيه مع الخيال. بعتقد هو مادي اخونا احمد، بعتقد اذا ماني مخطئ هو بيتبع الفلسفه الماديه البحته، انه ما بيحتكي من العقليات ابدا وانما بياخذ بالماده. يا بعتقد قد اكون مخطئ، لكن يبدو من كلامه هذا هو. اذا الشيخ امير لكن كلامه جيد، يعني مفهوم انه نحن هو افتراض زائد عن الحاجه. ان كان الله موجود اهلا وسهلا، لكن نحن بحاجه دليل. بس حسيته شوي طلع وفات عن الموضوع، بس he did a good job, it was good. فاخونا بده دليل مادي على ما يبدو. امير كما سمعت، يعني انت لم تذكر ابدا لا ايه ولا قران ولا اي شيء، فقط يعني تحدثت عن التنظيم والامور هذه. لكن الاستاذ احمد يعني استدل في بعض الامور التي لم تقولها، يعني لكي الاخوان انت خليك مدير للمناظره محايد، وما لا تلقي في كلام الشيخ. لا يحتاج امير القريشي لان يلقى في دعوه يتحدث. ربما هو فاهم كلامي افضل منك. انا فهمته. انا هذه حسيته صح، حسيت فعلا الشيخ فهم احمد اكثر من الاخ. انا احتاج الاخ كان حيضيع لهم اياها لو كفى حكي. احتاج حوار مع الاستاذ احمد في مداخلات. جيد اذا ممكن. Let's go. يعني The burn that was not nice. يعني هو طرقه اياها هيك بطريقه انت خليك ساكت، بس انه كلامه صح. الاخ ما فهم شو الطرح. كلمتين كذا. شوف استاذ احمد، حتى ننطلق احنا، اذا جنابك الكريم تقول في هذا الحوار لا اريد اثبات وجود الخالق عقلا، اريد اثبات وجود الخالق علما، فهذا غير موجود. لان انا ما راح اسوي لك تركيب كيميائي اطلع لك رب السنه جالس على الكرسي يسوي اطيط. ليش رب السنه؟ طيب ليش ما؟ انا راح اثبت لك وجود الاله عقلا، وهذا ما يبحث عليه الملحد. انت الان صدمتني صدمه حياتي، تقول انا لا اريد اثبات وجود الخالق عقلا، انا اريد العلم. ماذا يقول العلم؟ يعني واحد يصلح تاير، هذا لازم هو يثبت لنا من خلال تصليحه للكاوتش ان الله موجود. طيب هو هذا شنو كيف يعني يثبت هذا مثلا؟ او مثلا واحد يشتغل في علم الفيزياء، يعني انت جنابك الكريم سابقا على ما بلغ كلامه صحيح بقصه شو مو صحيح. خلينا اعيد الجمله. اتفق مع الشيخ بشغله، انه نحن لا نطالب بدليل مادي حصرا علمي على وجود الاله، بيسموه empirical، يعني دليل رصدي على وجود الله، وانما نطالب اما بدليل رصدي. يا ريت اذا في، يا ريت اهلا وسهلا، بيكون احسن بكتير. يعني بالنهايه ادله رصديه ما لك اخ ابدا، شيء رائع. فاما بدليل رصدي حسي مادي على وجود الله، او دليل عقلي لا يمكن رده. هذا ايضا يعني حجه عقليه لا يمكن ردها. اذا بتعطيني دليل مادي انا ما فيني رده، او حجه عقليه انا ما فيني اعترض عليها، ما عندي مشكله، متقبل وجود الاله. لهيك قلت لكم احمد باينته هو شوي مادي وليس ما بيتبع فلسفه العقليات. يعني زائد شيخي بتمنى تتذكروا لما بنعمل هذا الكلام، هذا كنا عم نحكي من شوي، هذه ليست ادله، هذه حجج عقليه. ونحن ما عندنا مشكله نقبل حجه عقليه. الاخ احمد يمكن يكون عنده مشكله، هلا متاكد من كلامه، يمكن يصلح يقول له لا انا كان قصدي حجه، بدنا نشوف. لكن نحن نقبل الحجج العقليه، لكن مع اعتراف ان حجه، والحجه لا تفضي لدليل قطعي وانما ترجح. لما بتعطيني حجه عقليه انا غير قادر على صدها او اعتراض عليها، بقول لك اذا انا معك بالترجيح للشيء الذي انت ترمي له، لكن ليس الدليل الحجج. اصدقائي اغني انه انت كنت سني، في فرق بين الحجه والدليل، وحكينا عنه كثير هذا الموضوع. فكنت متبع للاحاديث. انت الان ايضا سابقا على ما بلغني انه انت كنت سني، فكنت متبع للاحاديث. انت الان ايضا متبع للاحاديث بس من طريقه اخرى، وهي طرق ناس جالسين ينضدون كلمات مثلا، إن ما بيقدروا ما يلدعوا السنه، كانت في العلم او ان كانت في الفضاء، ان كانت في اي شيء. يعني انت الان من متبع الى متبع. انا اللي اعرفه الالحاد هو شيء فكره عقليه قابله للدحض عقلا، اما الالحاد يتحول الى فكره علميه. نعم، يمكن القول الالحاد فكره عقليه قابله للدحض عقلا، اللي هي نسالي فكره عقليه، فينا نقول هو موقف عقلي يمكن دحضه باثبات وجود اله. نعم، فالالحاد هو عدم الايمان وجود اله او الهه، فالدحض تبعه بصير اثبات وجود اله او الهه. اتفق مع هاي الجمله. لا تدحض الا علما من خلال، اما الالحاد يتحول الى فكره علميه لا تدحض الا علما من خلال المختبرات او عمليات جراحيه. فانا ما راح افتح لك مختبر الان، انا مناظرتي مع الملحدين عقلا.
لأن الإلحاد فكرة عقلية، أثبت لك أوكي. وجود الخالق عقلا، اثبت. أنت let's go. تقول عقلا أنا لا أريد، إذن هذه كارثة. يعني هذا تعتبر، يعني هذا حجر لا نستطيع أن نتقدم خطوة. العملية أحمد ما قال له أنا عقلا لا أريد، قال له انتقد له أحمد، قال له أنت الحجة اللي قدمت لي إياها أنا شايفها نسبية، مثل ما أنت شايف نظم أنا ماني شايف نظم. فعمليا أحمد نقد له إياها، فبيصفى الأخ تساعده عليه عبء دليل بما أنه هو المدعي والأخ أحمد هو المستمع. طبعا هذه كارثه بالنسبه لكم. العقل وحده لا يثبت شيء، العقل وحده لا يثبت شيء. العقل يفترض، يخمن، يفترض. نحن تعلمنا هذا بطريقه صعبه. البشر كانوا من قبل يعتمدون على طرق لاستكشاف الحقائق ساذجه وبدائيه، وكانوا مجرد ان انت تخمن تخمين لطيف ممكن يبقى حقيقه بين يوم وليله لانه اعجب الناس. الان لدينا منذ مده ليس بالقليله المنهج العلمي التجريبي. لا نعتمد على العقل وحده. لا يستطيع اي انسان ان يخمن ثم يضع عمامه مثلا ويصبح هذا التخمين رائع لان الشيخ الذي خممه يضع عمامه. الان انت بالعقل تستطيع ان تخمن، تفترض. جيد، هذا جيد، هذا بدايه الطريق، ولكن ليس كل شيء. لابد لهذه الفكره ان تخضع لشيء اسمه منهج العلم التجريبي لكي نتاكد ان الله يقدم كتفسير للوجود. الله يقدم كتفسير للوجود. يعني هذا التفسير يجب ان يكون تفسيرا علميا، والا يكون تفسيرا خزعبلاتيا. يعني تستطيع ان تنسب الى الله ما شئت من الصفات. لذلك المؤمنين بالالهه من كل الاديان يتناحرون ويتقاتلون فيما بينهم ويضربون بعضهم بالاحذيه، وما بينهم قبل ما نفوت بعدين بده يروح على موضوع تاني. اتفق معه بهي الفكره انه نحن العقل لوحده غير كافي، وانما نحن بنحتاج اليات تانية اللي هي ايضا تعتبر عقليه. يعني العلم بالنهايه هو قواعد عقليه، لكن قواعد صارمه نحن حاطينها لانه اتت بنتيجه. فالناس اللي بدها تعترض على شيء بيقول لك طيب اذا العلم وينه، اذا العلم الساينس هو من اساسه قاعده عقليه، فانت كيف بتشك بالعقل لوحده لكن ما بتشك بالعلم؟ نحن بنشك بكل شيء عمليا. فنحن بنقول شكينا بالعقل لوحده فطلعنا له قواعد صارمه، وعلى اي اساس قررناها؟ النتيجه. دائما شفنا النتيجه تبعها ايجابيه ومبنيه على قواعد تشكيكيه لا تفضي الى حقائق مطلقه والى اخره. فعلى اساسه قلنا هي القواعد جيده، واي شيء بدنا نقول عليه مع الوقت هو حقيقي ومتحقق يجب ان يخضع لهذه القواعد. فبتفق مع أحمد بهذا الطرح. والآلهة في السماء تقدم على أنها فعلا حقيقة تفسيرية للواقع، فغريب أنها لا تستطيع المرور بهذه الآلية يلي مرة تانية أنا من نفسي قلت لك بمرق لك إياها. لكن في عنا طرف تاني أيضا عقلي اللي هو ناتج عن العقل، يلي فينا نسميه لوجيك، يلي مو بالضرورة ساينس هو لكن لوجيك. كمان لوجيك اللي هي قواعد منطقية مثل العلوم لكن أقل صرامة لأنه هي فلسفية. قواعد عقلية كمان بتحمينا أنه نوقع بأخطاء واستدلالات غير مبررة. فهذا الكيان المدعى وجوده يجب أن يمر بواحدة من هدول التنتين. أحمد عمل لك مرق لي من هون، أنت قلت لا أستطيع، أنا أتفق. الشيخ قال لا يستطيع، أنا أتفق. لا يوجد أدلة مادية على الآلهة، لكن أنا بقول لك مرق لي طيب من هون. فنحن ما عم نقول هون مرقوا للادعاء تبعك، هون اترك لنا إياها. إحنا هون يا أما قواعد علمية مثل ما أحمد بده، يا أما قواعد عقلية. Let's go. يعني مطارق الحداد. لماذا؟ لأن لا يملك ولا واحد منهم أن يثبت بشكل علمي الإله الذي يعبد. أنا أستطيع أن أعبد أرنبا، أنت تعبد الله وأنا أعبد الأرنب، وأنا أنسب إلى الله وجود الخلق. أنا أنسب إلى الأرنب وجود الخلق. نحن اخترعنا إله اسمه جدة الحنفية، هو إله مقدس يؤمن به وعملنا له. هل العلم مكتفي بذاته أم يحتاج إلى العقل؟ يحتاج إلى العقل. مهم جدا، هو أداة مهمة جدا، هي أهم أداة. أهم أداة. هذا إلزام. العقل هي أهم أداة، لكن هذا إلزام إلك. هذه الأداة. إذن العقل من المفترض العلم لا يصعد فوق العقل، لأن العقل مسيطر على العلم. فالنتيجة الحجة بيني وبينك العقل الذي هو أعلى من العلم. الأمور مو بالطريقة أنت بتخيلها شيخي. مرة تانية مو علو، هو مثل هي رسمة ممتازة عشان ما نرجع نرسم مرة تانية. الموضوع مو علو. أنت ما فيك تقول إن بدأنا بالعقل فإذا هو الأفضل أو الأسمى. لا، نحن نبدأ بالعقل لأنه مجبورين بالعقل. نحن كبشر واعيين بنمشي بنشوف الواقع، بنشوف شجرة، بنشوف نهر، بنشوف كذا. هذا الرصد الأول لا يعني إنه هو الأسمى أو الأعلى. وهذا الشيء اللي اكتشفناه مع الوقت. نحن كنا ماشيين عم نقول ليك ما أحلاها شلون الأرض مسطحة، وليك الجبال كيف نزلت من السماء لكي تمسك الأرض، وشوف الإبل كيف خلقت، والسماء كيف رفعت، لنبين إنه هي السقف أزرق فوقنا، وأنا وتبسكم بقلب الخيمة بشوف سقف، فهي نفس الشيء.
فاتضح معنا مع الوقت انه يا صديقي كله غلط، لا الإبل خلقت انما بتولد ولادة، والارض ليست مسطحة كما تبدو وانما هي مكورة، والسماء ليست سقف كما تبدو وانما هي تفاعلات غازية بتتضرب مع عشقة الشمس تعطينا لون ازرق. فهيك بنشوف انه هذا العقل لوحده مثل ما قال لك احمد غير كافي، وانما بينتج عنه قواعد رصدية متأكدين منها انها تعمل وبتعطي نتائج ايجابية، وحدة تطبيقية اسمها ساينس ووحدة قواعد اسمها لوجيك منطق. فالشيخ عم يقول له طيب انت شلون بدك يعني احتكم لك بالمنطق او بالعلم على وجود الله؟ انا تعال روح على العقل اللي هو ابو العلم. كونه قبل العلم لا يعني انه هو افضل، هن عمليا آلية متناسقة مع بعضها، ما فيك تفصلهم عن بعضهم، العقل والعلم والمنطق والاشياء كلهم يشغلوا بعض لوحدهم. عمليا هي مثل السيارة، لو افترضنا السيارة والبنزين نفصلهم عن بعض، فينا نناقش انه البنزين له هي هوية معينة ثاني ويأتي البنزين اولا ولا السيارة افضل، هذا نقاش اخي فينا نفوت فيه، بس الحقيقة لحتى تمشي السيارة الاثنين لازم يجتمعوا مع بعض. نعم شيخي. يعني نحن بعقولنا قديما حلوة المناظرة اخطانا كثيرا. ما الشغل انا بالماضي، انت ليش ما انا اقول لك، انا هديك مثال عشان ما ندخل. أنا مثلا انت وضعت العقل حجه حتى على العلم، اذا نحن العقل ظننا بمجرد التفكير العقلاني، نحن ظننا بعقولنا ظننا ان الارض هي محور الكون، وهذا كان تفسيرا منطقيا وعقلانيا. لابد ان نكون نحن محور الكون. صحيح. نحن لكن بعد البحث العلمي وبعد ان رسخ في الحقيقه او وضعوا الاسس للبحث العلمي التجريبي، اصبحنا الان نعرف ان الارض ليست محور الكون، بحكي على هي ولا حتى الشمس. يعني احنا كنا زمان بنتخيل ان الشمس نفسها بتدور حول الارض، لا احنا دلوقتي عرفنا الارض بتدور حوالين نفسها وبتدور في مدار حول الشمس، والشمس نفسها مش محور الكون، دي نجمه في، لان احنا استخدمنا المنهج العلمي اللي هو بيرصد ويراقب ويتابع العقل وحده لا يكفي، لابد ان نستخدم المنهج العلمي. ايضا هو عباره عن ايضا فرصه لاتحاد العقول، يعني هو ليس عقل واحد، لا العقول البشريه كمان صحيح، من الأول تعمل عمل جماعي وتراقب ايضا وتراجع وهكذا. العلم جاء من العقل ام العقل جاء من العلم؟ العلم من العقل. السؤال غلط. يعني ايه العلم؟ العلم لم ياتي من اي مكان، العلم ده هو وصف بنطلقه على من اين طريقه في الوصول الى الحقيقه، جاءت العلم من يعني التجربه الان صاروخ مثلا. انا اسالك سؤال يا شيخ امير، هل يمكن القول ان العلم اتى من العقل؟ يمكن القول بذلك. لا سؤال بس بسيط، هل لديك طريقه اخرى للوصول للحقائق افضل من المنهج العلمي التجريبي؟ لا يوجد. في الالهيات نعم، الاله الالهيات اسمها الالهيات دي هي الالهيات العقل. الالهيات دي بالنسبه لي انا كملحد هي الفنكوشيات. في الفنكوشيات لا. الالهيات دي انا راجل ملحد، ما تقوليش الالهيات. احنا انت لا يصدع اي مؤمن باي اله من الالهه حتى الان اثبات هذا الاله ابدا، ولا تستطيع. من انت الالهيات هو قصده هون بالنظريه المعرفه الالهيات اصدقائي. نظريه المعرفه في قسم منها الهيات هي، فيمكن احمد فهم عليه غلط، قصده بانه عم بيرمي لانه الله يا عندك انت نظريه المعرفه في قسم منها للالهيه. هلا بنسمع خليني اكمل الشيخ شوف بدي افهم الشيخ شو قصده، يكون هو قصدا كمان الشيخ عم يرمي شيء ثاني. بالقليل انا للتوضيح في شيء اسمه الهيات بالنظريه المعرفيه او نظريه المعرفه الابستمولوجي، لكن لا تفضي الى نتيجه جيده بصراحه. يعني من الاخر سالت قلت لك ايهما اعلى، العقل ام العلم؟ قلت العقل. لا يوجد اعلى. انا جالس اسالك كيف انت يمكن يسأل من قبل لكن لا يسأل من أعلى. إذا تقول من قبل بنقول لك العلم هو نتاج وجود عقل بشري، فقد يقول العقل أولا، لكن من الأعلى لا يسأل من أعلى صديقي. تسألني هاي شلون تصير؟ عقلك أنت لا يسأل لأنه ما بيشتغلوا. خليني أقول لا يسأل من أعلى لأنه ما بيشتغلوا من دون بعض. لما بدك تشتغل لنتائج مبررة الصحة تبعها أنت بحاجة اثنين يشتغلوا مع بعض. ما فيك العلم لوحده تمشيه ولا العقل لوحده. العقل لوحده ما وصلك لنتائج مبررة، والعلم لوحده ما في شيء اسمه علم لوحده بالفضاء هيك عم يسبح يعني. فلحتى تصل لنتائج مبررة التصديق فيها انت بحاجة اثنين يشتغلوا مع بعض. فبدك تسأل من الأسمى. الاثنين سامين على بعض. انت مثل عم تسأل بالسيارة من الأسمى، البنزين ولا المحرك؟ الاثنين بدهم بعض لحتى يشتغلوا. ما بعرف من الأسمى. مرة ثانية يمكن نقاش، مو انه لا يمكن نقاش ونلعب شوية من الأسمى، بس بشوفه نقاش غير مجدي. المهم اثنين بدهم بعض بالنهاية. العقل يا شيخ، عقلك أنت ولا عقلي؟ مثل الأب والأم لسه أحلى من السيارة. الأب والأم هن نتاجهم الولد. طب من الأسمى هنا؟ هي بالعكس يمكن نقاش أسهل فيها. الأم بتتعب جسديا، بتدمر جسدها، بتحمل 9 شهور، بتضرب هرموناتها. يمكن الأم أسمى هون، ما بعرف. لكن خلينا بالسيارة والمحرك أصلا. العقل ده ليه درجة في الذكاء صح؟ نعم صح. في ناس أغبياء وفي ناس أكثر ذكاء من بعض. لا نستطيع أن نعتمد على عقل إنسان، نستطيع أن نعتمد على نتائج.
على ادله، على براهين، وعقول عقول تعمل معا. هذه التكنولوجيا التي نستخدمها الان انا وانت نتكلم عن بعد ونرى ثلاثتنا بعضنا البعض من خلال الصوت ليش عم يسال هو السؤال؟ انا بقول لك ليش صديقي. هو ما بده يعرض الآلهة لا للعلم ولا للمنطق، لانه على ما بدي افترض ان عندي على ما يبدو هو غير قادر، حقول مو هو لا غير قادر، على ما يبدو انا بقول لك هو غير قادر علميا، ما حدا قادر علميا. يعني احمد الطلب تبعه غير موجود، انا بدي آلهة بالعلم ما في هيك شيء، لكن هو يبدو لي قد يكون غير قادر حتى عقليا لوجيكلي منطقيا يثبت وجوده. فهو عم لك نحن ليش نحكي بهدول التنتين، شو بدنا فيهم؟ طلع لي اياهم برا، خلينا نرجع للشيء الاسمى، للشيء الاعلى، للشيء الافضل اللي هو العقل. مين قال لك انه العقل اسلى واعمى وافضل؟ لا، ليس لا اعلى ولا اسمى ولا افضل، وانما هو الآلية الاولى نتج عنها آليات تانية بتتناغم مع بعضها. فانا توقعي انه الشيخ بيعرف علميا ما في دليل، يمكن غير قادر منطقيا، فخلينا نرجع للعقليات، ما بعرف شو هي بده يقول عليها. لحتى تلزم ملحد بدك يا هي يا منطق يا علم تجريبي. الفيديو هكذا، هذا النتيجه. احمد ليكون صريحين، احمد قال له انا ما بدي منطق حتى تجريبي، انا هذا اللي فهمته لحد الان، قد يكون في شيء غلط او يوضح بعدين. احمد قال انا حتى منطق ما بدي، انا بدي علم حصرا. هذا الشيء شوي لا يستقيم بمناظره على اليوتيوب. عمل عقول ما في مخبر على اليوتيوب يفتح لك العلمي. إذا لم نستطع أن نثبت الله من خلال المنهج العلمي كما نثبت أبسط الأشياء، فإن الله ببساطة اختراع فاشل. لا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن العلم ما غير صحيح، مو للسبب اللي حيقوله الشيخ، للسبب أنا حقول لكم إياه. كلام أحمد هون غير صحيح، لأنه نحن يجب أن نقبل الحجة المنطقية أو العلمية، أو علمية لا يمكن ردها أو منطقية لا يمكن ردها، ليست علمية فقط. كان موجود حيث كان العقل موجود والعقل بالله شيخي؟ لا مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لأن العلم ما كان موجود حيث كان العقل موجود، والعقل هو الذي بدأ بالعلم، وهو الذي أنشأ العلم، وهو الذي رتب العلم، هو وهو الذي نضد العلم، وهو الذي جعل مراحل للعلم، وهو الذي طور العلم. فالعلم كله برمته يعود إلى العقل، والعقل حجة على العلم. الإنسان بعقله بحاله. هاي الكلمة العقل حجة على العلم، ما حسب انت منظورك، انت تميل للعقليات وتميل للرصديات، لكن ما في حدا حج على حدا. بماله بكله. البنزين حجة على المحرك. I don't know maybe على بعضه كائن متواضع، لكن ما بيشتغلوا من دون بعض جدا. في هذا الكون كائن بسيط ومتواضع جدا ولا يعلم الا قليل، لكنه كائن متعجرف. يظن انسان هكذا حجمه في العالم ان عقله يستطيع ان يصل الى الحقائق وحده. لا، هذه التجربه اخبرتنا ان عقلك ايها الانسان ياخذك الى الشطحات وتشطح وتضل السبيل. يعني عقل الانسان، التجربه الانسانيه، حتى انكم كمؤمنين لم تتفقوا ابدا على اله ولا على صفاته. انتم في الحقيقه نحن نشفق عليكم مما تفعلون بانفسكم. انا عندما اشاهد الشيخ امير القريشي يهاجم السنه انا اشعر بالشفقه على السنه وعليه. انتم بؤساء مع الهتكم، لم تستطيع حتى ان توحدكم، فقط جلبت لكم العداوات والبغضاء والشحناء وكل هذه الامور. لا تحدثني عن العقل، حدثني عن على فكره هو كان ماشي بطريق حلو كثير، لهيك هي الطلعه تبعه شوي قد تبدو حيده او تبدو رنجه حمراء، فيمكن تعطي ضعف شوي. لا هو كان ماشي بالطريق الصح. منهج العلم التجريبي، منهج العلم التجريبي الذي يجعل مني انا اخا لاي انسان في اي مكان في العالم بدون اي شقاق، بدون اي مشاكل، بدون اي احقاد، بدون ان اقول السنه كلهم في النار، بدون ان اقول هذه الامور. لا، الناس كلهم بالنسبه لي اخواني في الانسانيه، اما الناس بالنسبه لك هذا في النار، هذا انت توسع. هذا عقل ايضا، لكن هذا عقل يحتاج الى ان يضبط بالمنهج العلمي. طبعا هذا مو موضوع مناظره، هذا ما له دخل، هذا ما له تجال تنطي خطبه، هذا ما له دخل الكلام. انا لا اضحك منك، لماذا تضحك من لا انا اضحك عامل ميوت منظم محاوره، بده ينظم محاوره وهو ميوت. كلامك ما له دخل بالحوار. السنه وانا اقول هم بالنار وما له دخل في الحوار. احنا نتكلم في اثبات وجود الخالق. نحن يعني هذه المناظره هي انا احبك يا شيخ امير، لكن لا تضحك بينما اتحدث. انا ايضا احبك، انا ايضا لا ما اضحك استهزاء، صدقني مو اضحك استهزاء، لا صدقني انا اضحك. نو بلش شكلنا حط لطميه يا اصدقائي. استاذ محمد ثواني، انا اضحك. احنا حوارنا حول وجود الله، شنو دخل انا اقول السنه كفار هذا ما له دخل. بدنا نلاقي لطميه يا اصدقائي، حلاقيكم على جنب. خلينا صدقني مو اضحك استهزاء، لا صدقني انا اضحك. عفوا استاذ محمد ثواني، انا اضحك. احنا حوارنا حول وجود الله، شنو دخل انا اقول السنه كفار هذا ما له دخل. ناخذها يعني الان ممكن ناخذها استاذ احمد يعني انا ايضا اقول عفوا استاذ محمد، شوف انا معروف عني ما احب التوسع التشعب بالحوار، ما احب نقطه اخلص منها بعدين ننتقل الى نقاط اخرى. انا ايضا الان اقدر اسوي خطبه جمعه واقول لك انتم الملحدين مجرمين، طلعتم الصواريخ والنووي وسويتم حروب وهيروشيما وقتلتم البشريه وتطلقون صواريخ بلا رحمه، لين ما عندكم قيم، ما عندكم مبادئ. هي الخطب ببلاش. اما احنا الان ليه اخر وتطلقون صواريخ بلا رحمه، لين ما عندكم قيم، ما عندكم مبادئ. هي الخطب ببلاش. هي بيرسونال شوي. اخر واحده كانت معكم قيمه ومبادئ، حسيتها طلعت من قلبه، كان مجهزها، كان متمني يستعملها بشيء، بس هو مستعملها هيك كمثال يعني.
اما احنا الان في ساحه خطب، هذا يكون مع شيخ سني يخطب عليك وانت تضحك. اما انا الان ما جالس انطيك خطبه، انت المفروض ما تخرج عن هذا الخط. صحيح. النقاش نقاش علمي عقلي، جالسين نناقش نقطه وهي ايهما اعلى، العقل ام العلم، حتى نجعل الحجه. جالسين نتقاتل في هاي النقطه. انت جنابك الكريم رحت دخلت السنه وانا اقول كفار وتشفق على السنه. شنو دخل السنه؟ بس لا اكثر ولا اقل. تفضل استاذ. اوكي زي رح نعمل بريك حبا بالاخ الشيعي، بعدين انتم محترم، لانه انا كنت لكم الشغله، كنت لكم لو الشيخ غير محترم كنا نحط له حبيبي يا رسول الله، لكن هي بتشتغل معه ايضا، كنا حطينا له غنيه صليل الصوارم، لكن لانه محترم لحد الان رح نحط له لطميه من الاستراحه. راجع لكم اصدقائي، الطمم خزاء حلو اللطم كل فترة، والله حلو اللطم أصدقائي. تعرف شو المشكلة؟ لو ما اختلفوا الشيعة والسنة تاريخيا بالإسلام كان ما صار عنا لطمية هيدي. أنتم متخيلين شو لو مسلمين الخلافة لعلي فورا وخلص واستمرت القصص، كان ما في حقد، ما في كره، ما عنا قمر، كان ما صار اسمه الساقي أصلا. هو ليش اسمه الساقي بهاي اللطمية؟ اخونا الساقي لانه راح جاب المي للمحتاجين، ما كان في محتاجين. المهم نرجع للمناظره اصدقائي. الكلام على حتى انتم غير متفقين على الاله الذي توصلتم اليه زعما بعقولكم. لماذا لا تصلكم عقولكم دائما الى اله واحد بصفات واحده؟ ابدا، لان لا يتجاوزكم بلا دليل. انا لو وضعت كوكواوا الى جانب الله او وضعت القطه المشمشيه لن يكون هناك اي فرق بين الله او القطه المشمشيه او كوكواوا. كوكواوا من وراء هذا؟ لماذا تحجر على من يدعي ان خالق السماوات والارض هو كائن اسمه كوكواوا؟ لماذا ليس لديك اي عقله اوصله الى ذلك؟ عقله كما اوصلك عقلك الى الله الذي تعبده بصفات التي تتخيلها انت، عقله اوصله ان خالق الكون هو كوكواوا. ليس لديكم منهج من خلاله تتاكدون من هذه الاقتراحات او الادعاءات. يستطيع الانسان، نحن نعبد اله اسمه جدة الحنفيه، استطيع ان اثبت لك عقلا وجود جدة الحنفيه كاله، ولديه نبي اسمه جورج بول، وهذا النبي ينطق بالحق المبين، ولدينا قران. يلا تفضل اثبت لي، يلا تفضل اثبت لك. لازم تعرف شو اقول له حسن احمد هلا، تعرف شو لازم اقول له؟ والله بياخذ 10 على 10. مو قال له تفضل اثبت لي جلدة الحنفيه، لازم يقول له بتعرف شو، المراه عندما ترضع ابنها احيانا الحليب يجب ان يكون دسم، واحيانا يتحول لانتي بيوتيك، اذا بيعطيها نفسها 10 على 10. لا استطيع ان اثبت لك الا عقلا. يلا فأقول لك كيف أتى هذا الكون المنظم بلا منظم؟ لا يمكن إلا أن تكون إلهنا جلدة الحنفية المباركة المعظمة هي التي نظمت هذا العالم. إيش اسمه؟ عفوا إيش اسم الإله؟ مو مهم اسمها، لا هي تبع إيش اسمها عشان نضحك عليها جلدة. لا مو مهم الاسم أصدقائي، إحنا بننسى أحيانا. في ناس تسمع حكي أحمد تضحك عليه، فبتقول لك شو هي جلدة وكذا. مو مهم اتضح الأسماء، لأنه حتى كلمة الآلهة أو الله أو جرزايا أو براهما، جرزايا عملية أنا صرنا نفكر جرزايا حقيقي نحن ما نحكي عليه براهما ولا يهوي ولا الله. هي كلمات ما لها معنى عمليا، ليس لها أصل، فلا تستغربوا كثير من جلدة الحنفية. هلا كان بيقدروا يختاروا اسم تاني، بس يعني خلاص جلدة الحنفية. هو جلدة الحنفية المعظمة. جدة الحنفية؟ جلدة الحنفية جلدة مطاطية هكذا توضع في الحنفية كي جلدة الحنفية. أوكي جيد، هذا هو الإله. نعم، هذا إلهنا الذي خلق الكون ونظمه. كيف وإلا كيف أتى الكون؟ تحية لحبيب القلب جورج بول، أنا I love جورج بول. هل أتى الكون من العدم؟ هل يعمل هذا إله لا يستحق الحليب الذي تدره الأم ومليء بالمضادات الحيوية؟ هذا إله لا يستحق. وأخيرا I love it 10 على 10 أخي أحمد، I love this one. هذا ليس إله بالمستوى المطلوب. تعلم لماذا؟ لين جلدة الحنفية تحتاج إلى حنفية تحطها بالمنصورة عشان لا تقارن، لا تشبه، هذا تشبيه. ليس تشبيه، محتاج. هذا تشبيه وتجسيم، والله لا تجسيم. هذا متخرج من المدرسة السلفية الوهابية وعقلك مليء بالتشبيه. لا ليس تشبيه. لا تشبيه. أنت ماذا قلت؟ أعداؤك السلفيين من كثر ما حاولت. أخي هذه جلدة ليس كمثلها شيء، لحنفية ليس كمثلها شيء، فمن دون إذا بتريد هذه الجلدة من دون تعطيله ولا تكييفه ولا تأويله ولا من أبدا. أنت ماذا قلت؟ أنا أقول جلدة ولكن ليست كجلدتنا، جلدة حنفيتنا. بس بالنتيجة هو جلدة حنفية. إذا موصوف بالاسم فقط، اسمها جلدة حنفية في الاسم فقط، لكن هو جلدة حنفية فهو شكله دائري. لا، مين قال لك شكله دائري؟ هذا تشبيه حرام في ديننا، حرام تعمل كده. طيب كيف وصفته بجلد الحنفيه؟ كيف عقلي أو هو اثبت لنفسه جلد الحنفيه، وصلني الى ان خالق هذا الكون هو جلد الحنفيه، وهي قديره لا انت لا تستطيع ان تحكمني. ما في مشكله. ما هو الدليل؟ ليس هناك منهج. انا قبلت ما هو الدليل؟ يهوى يعبد كريشنا، يعبد كذا، تعبد الله، وكلهم في الهوى سوا. بس استاذ احمد لا تتكلم بالجمع لو سمحت. ما هو الدليل انه هو جلد حنفيه؟ بس هاي اريد اعرفها. ما هو دليلك ان خالق الكون هو الله؟
انت الان جالس اسالك ليش تحول السؤال علي؟ ما هي نفس الشيء، هي ديانة ساخرة لكي تبرز للمؤمنين. هلا حلوه ضحكت الشيخ تبي انس، حلوه ضحكت بتضحك. جالس اسالك ليش تحول السؤال علي؟ ما هي نفس الشيء، هي ديانة ساخرة لكي تبرز للمؤمنين. وقبلها كان إله وحش الاسباجيتي الطائر. الان غيرته صار سباكيتي؟ لا ده إله القوم يعني هون اسمها هي النقد بالاستهزاء أصدقائي، اللي هي شو كان اسمها appeal to absurdum fallacy، هي الاحتكام للاستهزاء. اللي عم بيحكيه أحمد مستوعب إنه يحتمل الاستهزاء، جلدة حنفية، سباجيتي الطائر، هي أشياء يحتمل، لكن هو بتماشى تماما مع مستوى الادعاء على الطرف الثاني. فنحن بنستهزئ فيه وبنضحك عليه، بننفض نطلع من الموضوع، لكن هو ما فيك تطلع عمليا نفسه تماما. appeal to mocking ممكن تقول مغالطة، نعم هي مغالطة، انه انسان بيحكي شغله بتضحك فانا بنتقد موقفه بس لانه بتضحك. ما بدك تشرح له شو الفرق شو الفرق بين ادعائه وادعائك. هو عم بدعي جلدة حنفية لا يوجد مثلها شيء، ونحن عندنا الطرف هون كيان ليس كمثله شيء، والاثنين لا يمكن تشبيههم ولا استيعابهم، ويفترض تفويض مواصفاتهم لكي لا نقع بالمغالطات دي، لكي لا نقع بالتناقض. ففيك تضحك اذا بدك، اتس اوكي، والحقيقه بتضحك، نعم سباجيتي وكذا، بس ما فيك تنتقد. حاولوا الناس الاذكياء حاولوا ان يعني يشرحوا للمؤمنين ان النظام بين قوسين الذي يرون هو يقودهم الى الههم. حاولنا ان نقول لا يمكن بهذه الطريقه ان تثبتوا اي اله في العالم، صحيح. لانك تدعي هذا الدليل ما تقدر، هذا ما تقدر عليه، ما تقدر. انت سالتني عن جلدة الحنفيه، هل الهك دائري؟ طب بيقول لك ما تقدر. هي الحجه صديقي اعطيتنا اياها انت من شوي، كل شيء منظم له منظم، جسم الانسان منظم يوجد منظم. هل هذه الحجه تفضي حصرا او توصل حصرا لله سبحانه وتعالى الجالس على العرش استوى حصرا، ولا اي اله تاني؟ لا، بتوصلك لاي اله تاني اتضح. لانه حتى اذا بتنتبه الصياغ تبعك اللي انت حكيته، الكون يجب ان يكون منظم، ما في كلمه إله بالموضوع، ما في كلمة الله، حتى يعني مو انسى الله، ما في كلمة إله، كيان يعبد مو موجود، منظم. يعني أنت أحسن لك تقول مسبب أو سبب، أحسن لك. نحن عقليا فينا نقول هناك سبب للكون، نعم، لكن تعتقد أنه هي الحجة توصل حصرا للإله المرغوب بتكون غلطان، لأنه اتضح أنه الأديان كلها بتقدر تستعمل هي الحجة نفسها وتصل لآلهة متعددة تانية، مثل ما عمل أخونا أحمد، ومثل ما أنا بعمل بجرزايا، ومثل ما حسن عيسى بيعمل بالتنين. إلهك أنت دائري أم مستطيل؟ أنت تتكلم عن إلهي؟ لا يسأل. هل هو دائري أم مستطيل؟ جلدة الحنفية دائري ومخروم. بس أنت إلهك أنت مخروم؟ أنت ما عندك دليل هو جلدة الحنفية، ما عندك. أنا نفس الشيء بالنسبة لإلهك، نفس الشيء. أنا عندي دليل. يعني أنت شخصت كيف شخصت جلدة حنفية؟ كيف شخصت جلدة حنفية؟ هو قال أنا حر. يلا اسألني. عقلي قدري لهذا، عقلي قدري. أنت إلهك مخروم أم مستطيل؟ لا هي مو نايس. دائري أم مستطيل؟ مخروم أم لا إلهي فوق الأشكال. إزاي مش فاهم؟ ملهوش شكل يعني؟ لا، لأن الشكل محتاج إلى تشكيل، الله فوق التشكيل. طيب يعني هم بلش نفوت بمذهب الشيعي أصدقائي. هل هو ذات أم لا؟ عفوا؟ هل هو ذات كيان؟ ليس ذات. كيان تقصد ماذا يعني ككياننا؟ معرفش. ما انت يعني انت عندك تصور معين للاله بتاعك ولا ما عندكش تصور؟ انت ما تعرف الهي ولا ما سامع عنه؟ ما اعرفوش والله. الهك ما اعرفه. يمكن الهك، يمكن انت بتعبد حاجه غير موجوده، او بتعبد الكون مثلا نفسه. لا احنا انت جنابك اللي تعرف اله السنه اللي طوله 60 ذراع ويركض في السماوات. الهك طوله كام؟ لا ما عنده طول. بينور ولا ما بينورش؟ لا ما في هذا الكلام، ما في هذا نظام يا احمد بيعرف ينتقد اله السنه اكثر من الشيعة. ما عندنا هذا الكلام، ما بينورش. الشيعة اصدقائي للتوضيح عندهم تصور سامي عن الاله، عندهم تصور هن ومذاهب ايضا بيقولوا عليها ضاله. يعني زي ما نروح لسه عندك الدروز والمرجديه والعلويه وهي النصيريه عفوا، عندهم تصور عن جد عقليا افضل للاله. هي شو بسموهم هن كانوا المذاهب الباطنيه. مذاهب الباطنيه اصدقائي منظوره للاله جميل جدا. ليش؟ لانه هن على قد ما له سامي نحن ما فينا نعرفه اصلا من اساسه. فهي مضحكه شوي لانك انت عم بتطلع لي اياه من المشكله، بس انت ما عم بتحل المشكله. نحن يفترض ان يكون عندنا رصد لكن لا يوجد رصد. بس مهم تصورهم خلينا نقول عقليا افضل من الكتب تبع اهل السنه والنصوص هاي الحرفيه، انه له يدين وجالس على العرش وكذا. هن تفسيرهم الشيعة وغير المذاهب ايضا، او ما بعرف شو هو المذهب الشيعي تبعه، او خلينا نقول المدرسه الشيعيه تبعه، بس مع ما يبدو تفسير باطني يا اخونا. جماعه الباطنيه بيطلعوا له مكان لا يمكن تخيله. فلهيك في عندك بعض الناس اللي بيقول لك ان الالهه بتتجلى بالبشر، وطبعا بيعتبروها عباده للبشر. هدول العلويه بيعبدوا علي ومدري مين بيعبد كذا، هن ما بيعبدون. هو تجلي، هذا الاله يتجلى لانه هو اسمى من انه يحضر نفسه.
هو اعلى بكتير من انه حضرته يتكلم او يفتح السماء ويقول مرحبا، ما بيقول شو، اعلى بكتير. فهن حاطينه ببعد لا يمكن تخيله، وهذا الشيء بصراحة بيحميه من اشياء محرجة بالنصوص. الحقيقة الحق يقال. لكن هل بيحل لنا المشكله او بصير منطقي او بصير موجود؟ طبعا لا، انت بس عم تاخذ لي اياه ستيب فurther يعني. فلكن اخوتنا السنه ما عنده مشكله ابدا يجسموا الاله، مع انه هنا بيرفضوا، بيقولوا احنا لسنا مجسمه لكننا مجسمه. خلص. طب هو إلهنا موجود فوق في الكون ولا برا الكون؟ فوق هاي التصورات، يعني برا، يعني خارج الزمان والمكان. خارج المكان والزمان. احسنت. طب ازاي خارج الزمان والمكان؟ فيش. طب شو في شغله تانية هي خارج زمان ومكان اصدقائي احذركم، شو في شيء ايضا يوصف انه خارج زمان ومكان؟ العدم. العدم او الشيء غير الموجود تماما، لا شيء. العدم، اللا شيء، الشيء غير الموجود ايضا يوصف على انه خارج زمان ومكان. فالادعاء هنا انه نحن الهنا هو ايضا مع هذيك الاشياء التي هي عدم ولا شيء وغير متحققه لكنه متحقق. فانا كانه اذا بتقيمك عن موضوع الدين، كان واحد عم بيقول لي انا اعبد العدم. طيب شو هو مواصفاته؟ ما فيني اوصف لك العدم، العدم غير متحقق اصلا من اساسه. طيب شلون متاكد من وجوده؟ بوعدك انه موجود، انا معك، العدم هو شيء انا معك، لكن بوعدك انه موجود. طب شو الدليل؟ الدليل في عندك المراه احيانا وهي عم ترضع حليب بينزل دسم الحليب. مفيش حاجه خارج الزمان والمكان، لانه خالق الزمان والمكان مخلوق، هو اللي مفيش حاجه خارج الزمان والمكان. عشان يكون في وجود لاي كيان لازم يبقى موجود يا اما في الزمان والمكان. لانه فوق التحيز في مكان. حينما سئل الامام علي اين الله، قال هذا السؤال خطأ على ربنا. لماذا؟ لانه خالق العين. هذا طبعا رب الشيعة شوي يحير، مصعب يحير لكن ما بيحل المشكله بصراحه. واعتراض صغير مع الاخ احمد، نحن ما بنقول الاشياء التي خارج زمان ومكان غير موجوده، وانما بنقول تتطابق مع مواصفات الشيء غير موجود. الحقيقة أنا لا أعلم إذا كان في شيء خارج زمان ومكان، لكن يبدو لنا من الرصد تبعنا أن الشيء غير موجود وخارج زمان ومكان. السؤال بصير كيف فيك تدعي بوجود هذا الشيء؟ شلون فيك ترصد شيء خارج زمان ومكان؟ لا يمكن. فإذا خلينا نحطه بقائمة لا يمكن إثبات وجوده ونريح راسنا وننتهي أصدقائي من كل هاي المناظرات والحوارات والصراعات. ما في صراع مو موجود من أساسه. حضرتك أنت مؤمن فقط بوجود إله ما وراء الكون يتصف تماما بمواصفات الشيء غير الموجود. حقك هذا الشيء، من حق اي حدا يدعي هذا الادعاء، لكن نقعد نصيبنا نناظر الاخرين فيه ونتحداهم وكذا، ما فيك تتحدى. نرجع لنقطتنا. طبعا اله الشيعة صعب، ما تقدر تشكل عليه ابد. هي نفس المشكله اله السنه واله الشيعة. انتوا بتقولوا ان هو خارج الزمان والمكان. ابد ما تقدر. ازاي خارج ماشي، هم لا اله السنه ليس خارج المكان. اله السنه ليس ازاي خارج المكان والزمان. تعلم لماذا؟ لأنه خلق عرش على الماء وجلس عليه، إذن دخل في المكان والزمان. القرآن وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الله. نعم، هذا عرشه أهل البيت عليهم السلام، وهم الذين ينسبون له في كيف عرفت أن الله تماما. هاي هي تفسيرات الباطنية يا أصدقائي. سمعتوا شو هو العرش؟ استوى على العرش، نعم، وكان عرشه على الماء. سمعتوا التفسير؟ العرش هم آل البيت، الحمد لله. والكرسي طب هذه عرشه على الله. نعم، هذا عرشه أهل البيت عليهم السلام، وهم الذين ينسبون له في كيف عرفت أن الله أن المراد في عرش على الماء في القرآن هي أهل البيت؟ كيف عرفت هذا؟ لأن القرآن عندنا ما يجوز أي شخص يفسره إلا الإمام المعصوم. ومعنا أمة معصومة من سوء الحظ حاليا. فهي هي المشكلة اللي انتم شفتوها هلا امامكم اصدقائي. هو ليست حجة عقلية افضل عند اخوتنا الشيعة، وانما بيحطوا الكيان او الاله بمكان محرج لا يمكن وصول له لحتى يصير اسمى. ما حليت لي مشكلة شيء انت. العرش في القرآن هو آل البيت عليهم الصلاة والسلام. really اين هو الامام معصوم؟ من حقه يفسر هيك شيء، انا ما لي ضد التفسير، ولكن مو هو يعني مو تلتقي بتفاسيره في الكتب. اقصد شلون كتب الامام العسكري هذا موجود، مثل تفسير الامام الحسن العسكري، تفسير القرآن. كيف اعرف ان محمد الحسن العسكري يعرف مراد الامام المعصوم؟ هذا يرجع الى الاعتقاد بوجود خالق ثم التعرف على الاديان. كيف يرجع ازاي؟ ما علاقه هذا بالرد؟ مو هو المؤمن بالدين مؤمن برواياته، ولذلك يعود الموضوع الى الايمان بالخالق اللي احنا عبرناها هاي النقطه. بس خطوه صغيره حتى يطلع كلامي صح اصدقائي. لازم اول شيء تامن بوجود الخالق اللي عم بقول لك عليه، اللي هو ما وراء الكون. ما بعرف شلون بدنا نوصل له ما وراء الكون. بعدين بيبعث بشر معصومين، بعدين بشر بيفسروا القرآن، بعدين يطلع كلامهم صح. بس هيك مقدمات صغيرة لازم نتفق عليها. شتت الموضوع. أنت الآن كشخص لا تؤمن بخالق ولا دين، يصعب عليك تعرف انه الروايه او انه هذا الكلام صح ولا مو صح. هذا الكلام متى يكون؟ هذا كلام بائس، ابأس من البؤس. هذا كلام لا، الكلام هذا متى يكون؟ هذه نقطه تكون بعد ما واحد يعتقد بوجود خالق، وان هذا الخالق لابد له من دين، ثم يعتنق الدين. طيب اقنعه اول شيء بوجود خالق. احنا ساعتنا بهي الخطوه بس نقنعه بوجود خالق للاحمد. احمد شوي كانه قاسي شوي بكلامه، صح ولا انا مخطئ؟ هلا اوكي، عندي سؤال قبل هي خلينا نتوقع فيها. هل في شجار شخصي بيناتهم قبل المناظره؟ يعني في هيك تويتات بيناتهم ولا شجار على الكومنتات؟ اوكي، في شيء شخصي بيناتهم ولا لا يوجد؟ هو نمطه هيك. اوكي، نمطه قاسي شوي. اوكي
يراه اقرب للخالق، هذا الدين بعدين هو يكون ملزم به. هذا اسمه تدرج في يعني فيما تطلبه. هذا تدرج ايماني صديقي، شخصي، ما عليه اي دليل. المهم نرجع لنقطتنا، احنا خلينا نرجع لنقطتنا اللي هي نرجع له. فانت الان تقول العقل ليس حجه، صح؟ العقل لوحده ليس حجه. والله رسماتي واضحه، ما بعرف من شو بتشتكوا انتم يعني. العقل لوحده ليس حجه، لكن الآلية العلمية او المنطقيه حجه. فانت الان تقول ان العقل ليس حجه، صح؟ انا اقول ان العقل اداه حجه ام ليس مهمه، اهم اداه. لا، ليس بحجه وحده. المنهج العلمي التجريبي هو الذي نستطيع من خلاله ان نصل الى الحقائق. من غير المنهج العلمي احنا ممكن نضل، واكيد احنا ضللنا كتير قبل ان نكتشف هذا المنهج ونفعله في الحقيقه. لا شيء افضل من هذا المنهج للتوصل للحقائق. المنهج العلمي جاء من العقل، مو صحيح، هذا مو صحيح. الله يحتاج الى ادله يا عزيزي، ادله علميه. هو الادله العقليه التي جاءت اسالك سؤال صغير. تفضل. هل تعتقد ان الذكاء الاصطناعي مثل هذا شات جي بي تي او غيره يعتبر شيء قوي خارق؟ الذكاء الاصطناعي برمجه، يعني الذكاء الاصطناعي رياضيات. في برمجه قويه في زماننا تعتبر. هو ليس ذكاء بالمعنى الحقيقي، برمجه جيده مثيره للاهتمام لكن مو خارقه. الخارق للعاده هو شيء غير معتاد. شات جي بي تي معتاد، انت تعطي برنامج تجمع له معلومات وتقول له تعامل معها بالشكل كذا وكذا، if then ما له شيء خارق. ذكاء يستخدمون مصطلح ذكاء هنا على المجاز يعني، وليس ذكاء بالاصل يعني. انا اتكلم كبرنامج الان، كشيء منتظر. هل يعتبر شيء قوي ام لا؟ قوي. لا، يعني يعتبر اداه بحث قد تكون نافعه يعني. قد تكون بس اعتراض على كلمه خارق، كان ليس خارق لكن قوي. نافعه. انت جنابك عندك حرب مع الدنيا، مع العلم، مع كل شيء من جنابك. لا، الذكاء الاصطناعي في حواليه جدل، لان برضه ممكن يقدم معلومات مغلوطه. هذا منتهين منه، لكن هذا ممكن يحدث 10% 20%، لكن الان هو الموظفين الان دول عالميه طردت موظفيها واعتمدته. انت ما اعرف يعني حسيتك على الجنب العلميه، شو حتى الجنب العلميه الان انا سالت الذكاء الاصطناعي نفسه هل هناك لا تقول لي سالت. لا خلينا نتكلم. هل تعتقد انك تشكل خطر بدرجه ما؟ نعم، انا في عندي مشاكل مع الناس. نعم عنده مشاكل، بس هو يعتبر شيء خارق الان في زماننا، بهالقوه وبهالسرعه وبهالذكاء وبهالتصرف. ما تحافظ على كلمه خارق بس مو اكثر. وبهالتحكم. شيء جيد، انجاز كبير للبشريه. انجاز كبير. هذا من اين جاء هذا؟ من العقل، صح؟ من العلم. اجى من هون بالبدايه، من ثم استخدموا هي. طبعا استخدموا هي كمان المنطق، لكن الآلية التطبيقيه العلم كان من العقل، جاء من العقل. فما زال العقل هو حجة على أكبر التجارب العلمية. من المنهج التجريبي. هو المنهج التجريبي على ماذا اعتمد؟ على العقل. فإذا العقل هو الملك. العقل هو الملك، هو ما له ملك يا أخي. العقل وحده. أنا كلامي واضح والله. يعني كلامي واضح. كلام أحمد هو واضح بصراحة. العقل يا أستاذ، يا شيخ أمير، العقل يطرح الأسئلة، يخمن، يفترض، لكن في منهج معين علشان الافتراضات بتاعته دي والطريقة اللي أنت بتفكر بيها دي تكون فعلا. اعتراضي معه أصدقائي ليش للشيخ؟ لأنه هو عم بيقول العقل ملك. العقل طيب إذا جردناه من هدول تنتين، إذا قصينا هاي الصلة وقلنا له أنت روح امشي لحالك، مثل ما حكينا بالبداية، بيفكر الأرض مسطحة، بيفكر الشمس صغيرة لكن قريبة علينا، بيفكر الجبال نزلت من السماء لكي تثبت الأرض أن لا بفكر هي الشغلات البديهية، لكن هي بتكون غير صحيحة. البديهة ليست صحيحة. بديهيا الأرض مسطحة لكنها ليست مسطحة. بديهيا أنه بيصير علينا مس شيطاني إذا واحد مرض، لكن هي جراثيم صغيرة لا يمكن رؤيتها بالعين مجردة. فهذا اللي عم بيقصده الشيخ. نحن ما بنقص لهي العلاقة بيناتهم، بنضل موصولة فعلا سليمة. إيه بقى؟ بيعتمد على التجربة والرصد والملاحظة ويعني برنامج معين. الآن لدى المجتمع العلمي في العالم عرف معين، لديهم منهج معين، لديهم طريقة معينة من خلالها الأمور يعني التي تدعيها أنت بعقلك تصل إليها بعقلك، أو تقدمها وتقدم عليها أدلة، تفرز إلى مجرد فرضيات، إلى نظرية علمية، إلى حقيقة علمية وما إلى ذلك. طيب أنت الآن بما أنه أنت جانبك الكريم مو راضي تدخل جنبة العقليات وهي الحجة على الملحدين، أنا الآن من المفترض أنسحب من الحوار، يعني باعتبار الحوار انتهى. لكن حاب أتجرأ أدخل إلى نقطة العلم اللي أنت تؤمن بها. جيد؟ فراح نبدأ الآن بداية جيدة حلوة. طيب فالآن أنا راح مضطر أدخل بساحتك. أنت جنابك الكريم من المؤمنين بالانفجار، صح؟ مش إيمان، هو مش إيمان. العلماء لأن العلم ما هي بداية الوجود. أنا لست عالما. طيب. لكن أنا لا أجد أي طريقة
افضل من المنهج العلمي التجريبي اللي هو فيه تخصص وناس متخصصين في كل مجال بيبحثوا. أولا راح نتكلم بهذا الموضوع. هذا ليس تخصصي، لكنهم يقولون العلماء، علماء الكونيات، علماء الفيزياء وعلم الكون الفيزياء، يقولون ان اتوا بنظريه عظيمه يحترمونها جميعا اسمها نظريه البيج بانج، نظريه الانفجار العظيم. انت جنابك الان تريد تخوض نقاش في العلم ولا تفهم ايضا ما تحب تخوض هذا النقاش؟ لا يعني انا هناقشك في تفاصيل العلم، لا انا عالم ولا انت عالم، احنا بس بنقول انت الان لا تجاوب نيابه عني، لا تجاوب، لا تجاوب، محتاج جواب. يعني انت الان العقل طيرت من فروع العلم، انت العقل طيرته. الان انا نزلت ساحتك الى العلم، فانت الان تقول انا ما اعرف احنا ما اعرف على شنو نتناقش. لا انا مش عالم، لكن انا اعرف ان المنهج العلمي، كيف انا عارف ان المنهج العلمي، انا لست عالما، انا كلامي واضح، انا لست عالما، لكن انا اعرف ان المنهج العلمي هو المنهج المفروض ان احنا نتبعه عشان نوصل للحقائق. هذا هون بقى بختلف مع احمد بهي القصه. اذا انت يعني هنا كانت المناظره كانوا كله بيقدروا يختصروها شلون من البدايه. خلينا نتفق انا وياك، هل وجود الاله هو شيء علمي ولا عقلي؟ او خلينا نقول منطقي، عشان ما نقول عقلي لحال العقل. يعني خلينا نقول لو بدوا هن من البدايه وقالوا وجود الاله هل هو شيء علمي ولا عقلي او منطقي، مو عقلي، منطقي اللي هو تدريجات العقل. لو اتفقوا من البدايه انه علمي، كان خلص الشيخ بيقول لك انا ما عندي دليل علمي، ما حدا عنده اصلا دليل علمي، ومناظره كلها ما في داعي من اساسا. لو اتفقوا انه منطقي، كان ساعتها نسال الاخ احمد هل انت بتقبل الحجه المنطقيه؟ انا من ناحيتي بقبلها، مثل ما قلت لكم الحجه المنطقيه التي لا استطيع الرد عليها الملزمه لي قبلها بقبلها، بتصير عندي ترجيح جيد يعني. لكن الحجه الدليل هو الرصد، لكن هون بتصير حجه مرجحه، حجه جيده. إذا قال أحمد أنا ما بقبل الحجج العقلية، ساعتها خلاص انتهى الحوار، أنا ما عندي غير حجج عقلية. لكن هنا بينتوا الاثنين فايتين وعارفين متطلبات الطرف الثاني، خلينا نقول. لكن هون الشيخ عمل شغله حلوه، قال له خلص شلنا من العقليات، تعال نروح على العلم، تعال نحكي بالامور العلميه. قال له احمد انا مالي عالم، ما عندي بالامور العلميه. فيفترض انه الشيخ اجى قال له تعال اعطيك دليل علمي، واحمد قال له انا مالي عالم. لكن الشيخ ما بظن بيقدر يقدم دليل علمي اصلا من اساسه. المنهج العلمي لا يعتمد على هو المنهج العلمي هذا جاء بالتجارب، ما فيش فيها شيخ امير ابو العريف اللي عارف كل حاجه، لا. الا اذا احمد يقول انا جاي على هي المناظره على يوتيوب كان بدي ومتوقع يجيني دليل علمي مخبري رصدي، ساعتها كيف اخي احمد؟ يعني بمناظره على اليوتيوب نحن شو بده يعمل يطلع لك دليل علمي على وجود الالهه الاخ؟ كنت تكون انت عارف في تخصص صغير جدا لكن بارع فيه قد كده اهو، بس بارع فيه المنهج العلمي انت قلت جاء من التجارب، والتجارب اعتمدت لانه حتى لو كان هناك دليل علمي فعلا على وجود اله ما بقدر نظهره على اليوتيوب، في له لازم يكون مخبر او مكان معين يعني. على العقل، فالعقل حجه على العلم. لا العقل ليس حجه على العلم، ليس حجه على شيء. العقل اختزل التجارب. العقل اداه، العقل قد يدل أداة، لكن بسببه اختزل التجارب. قد الاذكياء يعني يعرفون ان العقول لا يعتمد عليها وحدها، لكن الاغبياء يظنون ان عقولهم تستطيع معرفه كل شيء. الغبي هو الذي هي اسمها مغالطه نوترو سكوتسمان فالس يا اصدقائي. الاغبياء بيقولوا كذا والاذكياء بيقولوا كذا، مو صح هذا كلام صديقي. زائد اخي احمد ما في شيء اسمه الاغبياء يحتكمون للعقول فقط. ما بعرف شو هي الجمله بصراحه اخي احمد. انا بامكاني يعني الحقائق كما استاذ محمد التجاوز. استاذ احمد دقيقه بس في عندي سؤال ونرجع في قلب الموضوع لكي لا يتشتت الموضوع. لا قبل السؤال هذا تجاوز، جال يتجاوز علينا مو ما يصير. لا ما قال له للاخ انت نفسك غبي، ما قال هيك، قال لكن اذكياء واغبياء مره ثانيه هو حد شويه. لا فين التجاوز يا شيخ؟ فين التجاوز؟ انت تقول الاغبياء يعتمدون العقل، هذه حقيقه. الغبي يظن ان عقله انا كلامي واضح. انا اقول ان الغبي يظن ان عقله هو الافضل وانه يستطيع بعقله ان يصل، لكن الاذكياء يعرفون ان عقولهم لها حدود معينه. طيب استاذ ليس تجاوزا. انا مناظرات كثيره مع مشايخ السنه طايحين بي سب وشتم مش مسوي له. انا ما بشككش انا سبيته يا اخوانا، بس هو لين اجى وياي شافني لطيف قال هذا ما جاي يسب. هو فعلا شيخ لطيف الحقيقه. شيخ امير انا ما ثبتكش. انا الحقيقه احمد مش واضح ومبهم جدا، كلامه غير مفهوم. ما عم بيشرح بشكل خلينا نقول واضح، لكن فكرته صح. يعني عم يبني على فكره صحيحه لكن ما عم بيشرحها بشكل واضح. بقول لك الانسان الذكي، تفضل استاذ محمد. الانسان الذكي يعلم ان زائد ما بتساعد فكره انه هو حد شوي وبهي الحوارات انتم بتعرفوا قديش تشتغل العواطف اصدقائي. فعاده الاخوه المؤمنين بفوتوا على هذا الحوار هو بالضروره عاطفيا ماله مائل للملحد، فلما بتضيف عليها شويه لسانك قاسي او حد عم بتصير تبع اكيد كلامه غلط، كل شيء عم بيحكيه غلط. هو مو غلط كلامه لكن لسانه شوي حد وما بيعرف يبلور الفكره بشكل واضح. العقل هو محدود. الانسان دائما شديد الثقه بنفسه يكون، يعني الانسان الغبي دائما ما يكون شديد الثقه بنفسه، لا يشك في ما يصل اليه. لكن الاذكياء دائما كان عندهم شك، وكان الشك ده دائما بيقودهم للتطوير. يعني احنا لما انت ترى نفسك ذكي ام غبي؟
ما اعرفش ما تعرف. طب خلاص بدنا ننهي النقاش بعد، ننهي الحوار ننهي. هيك سؤال حلو كان خدعه منه، ولو قايل له انا مفكر حالي ذكي كان له اصبح انت مثل اغبياء مفكرين حاله اذكياء، بس احمد عرف يجاوب وقال له انا ما اعرفش بصراحه. Was like, can we compare the mind to what create? For example, ChatGPT provides accurate information while human may not do always. هلا هي المقارنه اللي بتصير هي ليست على التفكير وانما على السرعه. يعني شات جي بي تي هو ما بيفكر لك بالاسئله، لكن هو بيعملهم بطريقه اسرع منك. الاجوبه بيعطيك اياها تشات جي بي تي، انت فيك لوحدك تروح تلاقيها، لكن الوقت بياخد اطول منك وبيتطلب خبره. بدك يكون انت عندك خبره وين تدور ووقت لحتى تاخذ وقت تدور. شات جي بي تي بيختصر عليك هدول الموضوعين. هو عنده خبره لانه عنده داتا وسريع جدا، فهو عمليا مثلك بس معمل له مايكروويف بس، مو اكثر من هيك. شات جي بي تي از جاد. خذ هذا اخونا راح امن بوجود الى شات جي بي تي. حتى في المصطلحات لا نريد. يا استاذ جاليليو مثلا، خلاص الوضعيه تعبانه، لا يحتاج يعني وضعيته يعني عنده يعني مجالس. تفضل استاذ محمد. ما عيب كده يا شيخ امير، ما كده عيب. انا ما غلطتش فيك. لا مو جالس انت تقول انا ما اعرف. لا انا بتكلم في العموم، ما اتكلمش عنك خالص. انا بتكلم في العموم. يعني حقيقه يعلمها الناس ان الانسان الذكي يعلم حدوده، يكون عاده ما يكون متواضع. اما الانسان الذي قليل المتوسط الذكاء يعتقد انه يفهم كل شيء. لا ادري لماذا، هذه مشكله. نقف استاذ احمد، نقف عند هي اسمها دانين كروجر افكت هذه الملحوظه، ولا نريد حتى المصطلحات، بعض المصطلحات. لا انا لم اعني الشيخ ولم اعني احد، انا بتكلم في العموم والله، وكلامي واضح. ما اعرفش الشيخ عمل دراما الشيعيه دي ليه، مش عارف. لا الان داك طول بالك يا حسن. انت بتحب الدراما بصراحه. تتجاوز ثالث هذا. سجل يا استاذ احمد. نرجع الى عنوان المناظره. ما هو اثباتك على عدم وجود الله؟ ما هو اثباتك على لكي يعني اوكي ما هو ما فيش حاجه. هذا الاخ ما له فهمان الحوار كله من اساسه. عم بيسالوا من بعد كل الحكي، بيسالوا احمد ما هو اثباتك على عدم وجود الله؟ لا يوجد اثبات على عدم وجود الهه صديقي. يمكن نقاش لما بتكلم على اله شخصي معين، اذا بتوصف لي اله معين فينا نعطي دليل على عدم وجود ذلك الاله، لكن الهه بشكل عام ما في ادله على عدم وجود الهه. قد يكون هناك الهه لكن ما عندنا دليل على وجود او عدم وجودها. نعم، لكن اذا بتعطيني مثلا اله بتقول لي على سبيل المثال انا الاله تبعي هو حرفيا سبب مشي السيارات. مثلا عندنا سياره، هي السياره بتمشي بطريقه معينه، الهي هو اللي بيمشي هدول السياره. اذا انا بلاقي التفسير العلمي الواضح الذي لا يتطلب اي شيء خارجي كيف تمشي هذه السياره، بصير هون انا فيني اقول ساعتها، انا فيني اقول هنا اعتقد ان ذلك الاله المدعى غير موجود، لانه عندنا تفسير واضح كيف تمشي العربيه بدون تدخلات خارجيه غير مبرره. فنفس الشيء اذا بتعطيني اله معين بوصفات معينه وبتسالني بدل عدم وجوده، بنشوف مواصفات. انا اعتقد اله الاسلام يمكن قول عنه انه غير موجود بسبب ضرب الهويه. اذا بنشوف المواصفات تبعه كامل، مواصفات بشيء معين شلون بيتضاربوا وبيناقضوا بعض، والادعاء انه هو اله جيد لكن النصوص غير جيده. اشياء كثير ما بدنا نحكي عنها عشان لما ناكل بان. يعني اشياء كثير بتعرفوها انتم، سلسله ما تركتوا الاسلام طويله. هنا انا اعتقد انه ذلك الاله بالذات المدعى غير موجود، لكن هذا لا يعني انه الالهه بشكل عام غير موجوده ما وراء الكون. لا اعلم، قد يكون هناك الهه ما وراء الكون. حاجه اسمها اثبات على عدم وجود الشيء، البينه على المدعي، المثبت هو المطالب بالدليل، النافي لا يطالب بالدليل على النفي. ولكن مع ذلك لدينا براهين كثيره على ان الاله كما يزعمون مش موجود، مش ممكن يكون موجود. صفات الاله اصلا نفسها التي ينسبونها اليه متناقضه. خلاص استاذ محمد 100% مثل ما عم بحكي انا واحمد متفقين بهي الفكره. انا مضطر طبعا، تحياتي لك، تحياتي للاستاذ محمد. انا مضطر انهي النقاش. جيد. هم قالوا لي عاده الشيخ امير القريشي انه هرب، يعني سوف يهرب. انا قلت له اذا انت جنابك الكريم ترى هذا هروب. الشيخ امير هرب، سوف يهرب. اذا جنابك الكريم فعلا، اذا جنابك الكريم، اذا جنابك هروب موفق يا عزيزي، هروب موفق. بعتقد الاخ احمد هون عم بيحاول يستفزه للشيخ لحتى يحكي شغله معينه غير اخلاقيه او تصير تبع. شفته مو بس انا لوحدي تعديت على الشيخ، هو كمان تعدى علي، لانه هو تعدى بصراحه بكم كلمه، او ما بدنا نقول تعدى لكن كان غير لبق معه للشيخ، فيمكن عم بيحاول يستفزه ليوصل للمكان نفسه. شو اقول لك، نحن الاثنين ضربنا بعض ببعض. يعني جنابك الكريم ترى هذا هروب، فاعتبر انتصار وهروب. برافو. لا موجود مستمعين يا استاذ احمد او الشيخ امير، في معنا مستمعين يستطيعوا انه يقيموا النقاش. يعني لا انا انتهى النقاش، انتهى بماذا؟ اولا هو قتل العقل، وهو يقول انا ما اريد بالعلم لست عالم. بعدين هو مع احتراماتي الى سالته هل هو ذكي ام لا، قال ما. هنا انا الناس راح تعيبني، انت في موقف لا تصل الناس انا راح تعيبني، راح يقولون كيف تناظر شخص يقتل العقل ولا يقبل النقاش بالعلم ويشهد على ان بيقدر يعمل هاي الحركه الشيخ بصراحه، بيقدر عمليا، بيقدر يقول هذا الاخ هو اسقط العقل من البدايه. انا بدي عالم حصرا، قلنا له تعال العالم، قال انا مالي عالم، واخر شيء عم بيستهزئ فيني او عم بيتطلع. يعني
للاسف عاطفيا بيقدر يعملها الشيخ قدام مشاهدينه. انا بوعدكم بس بناء على هي الجمله لوحدها، اذا بنروح على قناته للشيخ ونشوف شو التعليقات عنده، نصحق الالحاد وانهاه، مستحيل يتفقوا انه احمد وضح كلامه. يشهد على نفسه هو ليس بذكي وليس زائد فعلا كان محترم الشيخ، فعلا كان محترم بالحوار لحد الان، لسه عنا وقت نشوف شو بصير. هو موقف صعب اللي انت فيه، لان يعني الناس انا راح تلومني، راح يقولون انت ماذا تفعل يا شيخ، ماذا تفعل؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه احسنت؟ هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ ما انا هو فعلا حاعمل ايه؟ واحد قتل العقل وقتل العلم ويقول انا ما اعرف نفسي غبي ام ذكي، انا ايش اعمل؟ ماذا افعل؟ يعني ماذا افعل لك؟ رجعنا دقيقه ارجعنا نقطه النقاش الى لحظه. ممكن اقول حاجه يا استاذ محمد؟ في حاجه افضل من الهروب، في حاجه شجاعه جدا اسمها انا محتاج ابحث اكتر من كده. بعد انا محتاج ابحث اكتر من كده، ما حدش كبير على الكلمه دي، انا محتاج ابحث اكتر من كده. لكن انت بتتزنق تهرب، يعني موقف مش ساعته عم يستفز، شجاع، مش احسن حاجه. تعتبر هذا هروب؟ طبعا هو واضح انه هروب، مش انا لوحدي، كل الناس شايفه. فايت تمام. اجل المستمعين والمشاهدين ماذا يبحث؟ يعني انت يعني اين وضعت الشيخ في يعني زنقته بالمصري؟ اين زنقته؟ انا قلت احسنت. وين زنقته؟ لا انا مش عارف ازنقه، انا هدفي ان انا ابين شويه حقائق. كمان بده يمسكوه هيك، انا مش عارف ازنقه ليكم. عمليا ما حدا زنق حدا لحد الان، يعني فينا نضحك انه الشيخ فعلا احمد ما قدر يزنقه للشيخ، صحيح، لكن كمان الشيخ ما زنقه لاحمد، ما حدا زنق حدا لحد الان. مش هدفي ازنقه، هدفي ابين شويه حقائق قد ايه المنهج العلمي منهج ضروري علشان خاطر نوزن الامور ونظبطها، ما نضلش سواء السبيل ونقعد نخبط في الحياه. العلم اداه يمكن بنستخدمها، لكن العلم العقل اداه، لكن العقل ده ما ينفعش نعتمد عليه لوحده في الوصول للحقائق. هذه امور يعرفها الجميع الان، العيال في الاطفال في المدارس يفهمون هذه، في الابتدائي وفي كل حته في العالم يقول لك يفهم هذا الكلام. المشكله ان شعوبنا يعني تبقى وراء، ما زالت وراء، لا تفهم هذا الكلام. شكرا لك. هذه ليست شخصنه، هذه وانا غير سعيد وانا اقول هذا الكلام في الحقيقه. لا فيك تكون سعيد وعم تشخصر بنفس الوقت، ما في مشكله. احترامي لك استاذ احمد لوجودك، كل احترامي لك استاذ امير ايضا لوجودك. نحن لدينا مستمعين ومشاهدين يقيمون هذا الحوار وينظرون يعني مين زنق الثاني على قولة اخواننا المصريين الحبايب. حد يا استاذ، انا مش عارف شباب محترمين، انا بقعد بالساعات في البث المباشر بتاعي ده، مش عشان ازنق الناس ولا يزنقوني، انا بقعد علشان خاطر نفسنا نفهم كلنا مع بعض ونبقى افضل، بس مش اكتر ولا اقل. هذه المناقشات يا استاذ احمد، استاذ وشيخنا امير القرشي، كي نختم من اجل المتابعين، لا نريد ان نختم مباشره الاستاذ شيخنا امير. تفضل استاذ احمد اذا عندك كلمه ختاميه. انا بحيي الشيخ امير على مشاركته معي في هذه المناظره، تحياتي ليه، ما فيش حاجه شخصيه، انا كن له احتراما وحبا كبيرا. شكرا. في الحقيقه احنا بس بنحاول نفتح باب للحوار، بنحاول نفتح افاق الناس يخرجوا خارج الدائره بتاعتهم في التفكير، يفكروا بشكل عام وبس. وفي النهايه ما فيش حد كبير على ان هو يطور نفسه ويغير ارائه، يعني الانسان اللي ما بيغيرش ارائه وبيفضل طول عمره على راي واحد انسان محدود التفكير. اي نعم. شكرا لكم، يا اهلا ومرحبا، يا اهلا وسهلا. يا شيخ ولا ننهي؟ لا بعد ننهي. انا اشكركم جزيل الشكر، وانا ما عندي مع الاستاذ احمد اي مشكله، بالعكس، وادعوه ايضا ان يتامل في الحوار الذي جرى، وتحياتي له، واتمنى ان يعيش بسلامه وسعاده. شكرا يا اهلا وسهلا، مع السلامه، يا اهلا وسهلا. ذاتس نايس. خلصت المناظره، تعالوا نعطيها فرصه نسمع اذا شوف عم يسبسب مثلا. هلا عناب وربهم. الصديق اللي اسمه احمد حرقان هو ملحد معروف طبعا، تعرفون، عم بيقول الصديق حتى تحت الهواء لوحده. ذاتس نايس. نحن بعد ما الاخوه يبحثون عن الشخص الا نقبله، ملحد معروف، وكان هو طبعا مسلم سني موحد، وكان موحد جدا موحد، يعني لعنة الله عليه بسنته صلى الله عليه وسلم. والمسكين مر بمشاكل وتعرض الى اذيه، وانا طبعا ايضا ما كنت اتمنى اللي يجري عليه، بس بعد السنه يكفرون الواحد بربه، وصارت له مشاكل وطلع، فهو دخل في مشاكل كثيره. اقدر هذا الشيء، اقدر هذا الشيء، يعني مشاعري تجاهه بالمساعده. اللي صار يعني قبل قليل كارثه تعتبر بحق الالحاد، خاصه هو يعتبر وجه من وجوه الالحاد. ركزوا على النقطه، وجه من وجوه الالحاد. الرمز لا هي لا كارثه بالالحاد ولا وجوه الالحاد، يعني الالحاد مو لقيان كوارث، ما في كوارث الحاديه، والوجوه ما بعتقد حدا وجه للالحاد ابدا، يعني ما بعتقد في حدا وجه للالحاد. لكن يا خلينا نرجع لهون. الاخ باينته لطيف جانا، فانا حبيته لهذا الشيخ بصراحه، هيك مناظره لطيفه حلوه خفيفه نظيفه كانت بصراحه. ما حدا ظهر على حدا، خلينا نقول اذا بدنا نحكي من باب الظهور واللي بيحبون هدول كلمات من ظهر على الاخر. اذا نحكي من ناحيه العقل او مو العقل، اذا نحكي من ناحيه الحجه، ما حدا ظهر على حدا، لانه الشيخ الحجه الوحيده اللي طرحها هي بالبدايه اللي نقدناها يعني، واحمد نفسه ما تقبلها بالمناظره. بعدين من بعدها ما صار طرح لحجج عمليا، وانما صار اختلافات على اشياء معينه بيناتهم. فبالناحيه الحجه ما حدا ظهر على حدا،
لكن إذا نحكي من ناحية الأخلاق والاحترام يمكن القول إنه الشيخ ظهر على أحمد بهي المنطقة. أحمد شوي كان لسانه هيك حد شوي، الشيخ كان لطيف معه ما قدر يستفزه. أحمد حاول يستفزه بكم شغلة، بلالي هي بلا حاج تعملني دراما شيعية وهي الكلمات، حاول يستفزه ما قدر. فالشيخ هون ظهر بقصة إنه هو البرزنتيشن تبعه أزبط كانت. لكن ممكن اللعب على فكرة شو يعني الناس اللي حابين يشوفوا موقف الشيخ إنه هو أفضل ممكن يلعبوا لعبة إنه أحمد ما طلب دليل عقلي. أنا على مستوى الشخصي بقبل الدليل العقلي الذي لا يمكن دحضه، أو الدليل المادي مثل أحمد. أو دليل مادي يا ريت، لكن إذا ما في بقبل دليل عقلي أنا اللي ما فيني رد عليه. مثل ما جبت لكم التقسيم تبعه وشرحت إني أنا بعترض عليه، إذا بتجيب لي حجة ما فيني أعترض عليها بقبلها، ما عندي مشكلة، لكن بتضل اسمها حجة وليس الدليل، لكن بتصير مرجحة للموقف تبعك. فأحمد قال بالبداية أنا ما بقبل العقليات، أو خلينا نقول حجج، أنا ما بدي إياها، أنا بدي حصل دليل مادي. فغريب شوي منك أنت بدك دليل مادي على اليوتيوب، يعني ما في شو بده يعمل مخبر، ما بنقدر. ومن بعدها وتقول له طيب خلص اترك لنا المنطقين، تعال نتكلم بالادله الماديه. قال له احمد انا مالي عالم، ما في داعي ناقش بهي الامور. فهون يمكن الفهم انه احمد عن جد كان اضعف. اذا حدا بده يقول احمد ضعيف كان موقفه بالمناظره، بدهم يبنوا على هذا الاساس، انه انت قلت بدك ماده من دون عقل، وتجينا على الماده قلت انا ما دخلني بقى مالي عالم. فصفي شو بدنا نعمل لحتى نقنع كنا الهنا موجود؟ بدي ماده، طب تفضل على الماده، ما انا مالي عالم. فيمكن يعني من كلامه يمكن يفهم انه حط حاله بهذا الموقف. اذا حدا حابب يشوف الشيخ انتصر ممكن يشوفها بهي الطريقه. لكن الاوضح هو انه كان الشيخ شوي الطف من احمد كان شوي عم يحاول يستفزه، هو هذا الاوضح. كانوا هنا بيقدروا مثل ما قلت لكم يختصروا الموضوع كله بكل بساطه، يقول له انت انسان مادي ولا انت امبيريسيست جماعه الماديه ولا راشنال جماعه العقليات. كان بيقول له انا جماعه الامبيريسيست، انا مادي. بيقول له انا ما عندي دليل مادي على وجود الالهه، خلص شكرا كثير، تصبح على خير، باي باي، ما في داعي للمناظره كلها من اساسها. او لو كان بيقدر يقول له عقليات كان حكوا بالعقليات. فكانوا يقدروا يختصروها من البدايه. نعم، يقول له انا جماعه الماديات وما عندي طلبات غير ماديه. الشيخ بيقول له ما بدي وخالصين. لكن مو هذا اللي صار، شفتوا شو هو اللي صار يعني. والشيخ الحقيقه ما قدر يقدم حجه عقليه جيده على وجود الالهه، بس كان محترم ولطيف، ما فينا نقول غير هيك. بس اذا بتحب شيخنا، اذا وصلك somehow هذا الفيديو، اذا بتحب انا فيني نظم لك مناظره بينك وبين اما المرتد مازن او الدكتور حسن عيسى. هدول اثنين كتير ناس محترمين، انا بضمن لك اياهم عندي. لكن بس لانه هو عن جد لطيف ومحترم وفعلا واضح انه انسان لبق، اذا بيحب يفوت معي ايضا بحوار او مناظره الي ما عندي اي مشكله. مره ثانيه انا افضل اني ننظم له حوار مع الشباب اللي انا بحب اشوفهم عم بيعملوا مناظرات، عشان من بعدها نعمل رياكت والقصص. لكن بسبب قديش هو لطيف بصراحه الزمني، حسيته انه حتى انا اذا حابب تحاورني ما عندي مشكله افوت معك بحوار. فعلا يبدو انه شيخ محترم ولطيف. زائد مو بس لباقة، في بتحس نوع من انواع في امل بالحوار. يعني بتحس هيك انسان فيك يقنعك وتقنعه، فيك تتفق على اشياء معينه وتختلف على شغلات معينه، فيكم تلاقوا شيء رمادي مو بالضروره يبيض يسود. فانا عاده ما بحب هدول الناس تبع اخوتنا اهل النواصب، ما بحب الحوار، لانه مو مستعدين يعترفوا ابدا انه عندك وجهه نظر باي شيء. بيشوفوا هن الانتصار بنظرهم انه يجب ان يكون الطرف الاخر كله خاطئ ولأن كله صحيح، وهذا مو واقعي، ما بصير هذا الشيء. ما فيك تطلع بحوار او في افكار بشكل عام بين طرفين يكون الطرف A كله غلط والطرف B كله صح، ما فيش كده. فلازم يكون في عادة احيانا كذا وكذا يعني. فانا حسيت هذا الشيخ يمكن في جدوى من النقاش انه يطلع اوكي انا شايف وجهة نظرك بكذا لكن لا اتفق معك حسيت في هيك شيء يعني. فشجعني هذا الشيخ على هذا الموضوع واثابه الله خيرا، يعني يعطيه العافيه بصراحه. واخونا احمد ابضاي احمد، بس بدنا شويه بلوره افكار زائد تخفيف للحدوديه بس شوي يعني. فصفي هلا رحله البحث تبعنا بتعرفوا شو هي اصدقائي؟ رحله البحث تبعنا انه نلاقي من طرف الاخوه السنه اهل السنه والجماعه، نلاقي شيخ بهذا الاخلاق او هذا المستوى او هذا المرونه بتقبل الاخر. نتمنى نلاقي هيك. اذا لقيناهم اصدقائي خلاص شو بدنا نعمل ساعتها؟ بدنا نبذل جهد ايماني نجمعهم مع بعض هن الاثنين. اذا فصار هي رحله بحثنا. اذا خلص هلا غطينا موضوع الاخوه الشيعة، لقينا الشيخ المناسب، صفي بدنا هلا شيخ سني لطيف نجمعهم مع بعض ونشوف شو بصير.